تمام. طيب هو في 7 حاضرين بس، كان نفسي يبقى أكتر، خاصةً النهارده أنا مضبّطة لكم الواجب هيبقى حلو جدًا، ممتع، هنعمل لعبة وهنعمل calculator تمام، هنطبّق فيه الكام حاجة اللي إحنا خدناها قبل كده، ودرس النهارده إحنا بدأنا في الجَد. فبينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا يا شباب، أنا مريم أحمد. أعتقد المفروض في ناس جديدة جات دخلت الجروب، بس أنا مش عارفة هم حضروا دلوقتي حاضرين الحصة لايف ولا لأ، بس عامة التسجيل هيتبعت، فمرحبا بيكم. النهاردة هنتكلم على أحد الدروس الممتعة. بس قبل ما نبدأ نتكلم وكده أنا عايزة أقول لكم على نتيجة التصويت اللي أنا كنت منزلاه على الحصة الإضافية اللي احنا هنبدأ نتكلم عليها. هل احنا عايزين نتكلم على شات جي بي تي ولا بايثون مع الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، ولا ان احنا نعمل العاب بالبايثون؟ تمام. هو احنا عامه هنتكلم على الثلاثه دول، وكمان ان شاء الله يبقى في حصص كمان زياده معاهم، بس انا مجرد كنت عامله التصويت عشان اعرف بس الترتيب بتاعهم، تمام؟ يعني ابدا باني واحد. تمام. طيب انا بس عايزاكم اول ما صوتي يبدا ان هو ما يكونش باين قولوا لي، يعني انا بس خايفه الاقيني فجاه ايه صوت مش باين او حاجه تحصل اللي بعته على طول. تمام. طيب الحصه اللي احنا هنبدا بيها وهي ازاي نقدر ان احنا نستعمل شات جي بي تي في ان احنا نتعلم بايثون اساسا، او ان هو يساعدنا ان احنا نبرمج ببايثون. تمام. وده عشان حصل على 10 تصويتات. تمام. طيب وبالنسبه بعد كده هنبدا نتكلم على، هنعمل حصه اضافيه كمان على بايثون مع الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، عشان ده التاني اكتر واحد جاب تصويتات. واخر واحد احنا هنتكلم على بايثون العاب. تمام. اوكي، في ناس بدات تدخل هنا. تمام. تمام. فزي ما قلت احنا هنبدا الحصه الاضافيه ان شاء الله. اول احنا هنتكلم على الثلاث مواضيع، وان شاء الله هيبقى في مواضيع زياده كمان طول ما الدوره شغاله. تمام. فاول موضوع احنا هنبدا نتكلم عليه وهو ازاي نقدر ان احنا نستعمل شات جي بي تي، او ازاي نخليه يساعدنا بطريقه فعلا فعاله واحنا بنستعمل بايثون. يا اما بنستعمله مثلا، يا اما يدينا امثله، يا اما مثلا يساعدنا ان احنا نتعلمه اساسا. تمام. فده اللي احنا هنبدا بيه. امتى الحصه الاضافيه؟ ان شاء الله تكون قريبه، لان ده اكتر كمان موضوع انا كنت حابه ان انا اتكلم عليه وعندي شويه افكار ليه. فانا ان شاء الله خلال الاسبوع ده هكتب له كده سكريبت، او هفكر هقول لكم ايه في الموضوع. وان شاء الله ممكن الحصه الجايه تكون الاسبوع الجاي، هبقى اقول لكم عليها. بس هي هتبقى حصه اضافيه، مش لازم تحضروها، هتكون مسجله برضو ان شاء الله. ومش هتكون تبع المنهج، هي حاجه زياده يعني. ولا هيبقى ليها واجبات ولا حاجه، بس لو انتوا حابين تظبطوا يعني وكده، انا هقول لكم حاجات ممكن تجربوها يعني. بس ده بالنسبه للمقدمه. فانا كنت عايزه بس اسالكم في البدايه كده، انتوا اخترتوا انهي موضوع اصلا؟ وليه كنتوا مختارين الموضوع ده؟ ليه كنتوا حابينه؟ وعايزه اعرف برضو انتوا ايه النقط بالظبط اللي انتوا كنتوا متوقعين ان انا اتكلم عليها لو انا عملت حصه اضافيه عن الموضوع ده. احب جدا لو حد اشترك فيه. إمم. مشكلة أنا مش عارفة أعمل الموضوع يعني، عشان أول مرّة أستعمل Teams، بس حاضر يعني أنا ممكن بس أخلّص تخلص الحصة وأشوف. حلو جدًا. الAI بجد بايثون بيساعد جدًا في الAI، خاصةً إن هو في إزاي بنجمّع الdata وبنرتّبها عشان ندّيها للAI بطريقة إن هو يفهمها على طول، ما يحتاجش ما ي ما ي ما يعني ما يتصعبش عليه إن هو يتمرّن عليها يعني. هاتكلّم على الموضوع ده أنا، يعني الموضوع إن شاء الله مش هياخد برضه، هيبقى لذيذ يعني. أي حد تاني هنا كان مختار من الحاجات؟ بايثون على الآلة، لكنني أتعلم عن الموضوع وأكمل فيه. حلو جدا على فكرة. بايثون ممكن نعمل بيه ألعاب، وممكن تعمل بيه ألعاب بيبقى ليها كمان شكل، مش مجرد ألعاب أنا بدخل لك كلام فأنت تقولي أنا قلته صح ولا لأ، أو مش مجرد كتابة يعني، بيبقى ليها جرافيك يوزر انترفيس يعني، أو ليها واجهة مستخدم يعني. أهلا. أوكي. طيب أنا كده كده في آخر الحصة كمان أفتح لكم المايك، وعايزة أسمع آرائكم يعني في المواضيع دي، وإيه الحاجات اللي أنتوا كنتوا متوقعين إن أنا أتكلم عليها في كل موضوع. تمام. بالضبط، هيبقى ممتع جدًا، وخاصةً هيخلّينا نشتغل كمان بكل اللي إحنا اتعلمناه في موضوع إن إحنا نستعمله مع الألعاب. طيب مع مقولة تليها، وهو the best error message is the one that never shows up. أفضل رسالة خطأ هي اللي ما بتطلعش خالص، أتمنى تكونوا فهمتوها. طيب الحصة دي إحنا إزاي هتبقى ماشية. أنا هابدأ إن أنا أقول لكم بس إيه اللي هيحصل في الحصة دي، اللي هو اللي أنا باعمله دلوقتي. بعد كده هابدأ إن أنا أشرح الدرس. بالنسبة للإكسرسايز أنا لسه ما عملتوش صراحة، فأنا إن شاء الله بعد الحصة هعمله وهبعته لكم بكرة، هبعت لكم اللينك بتاعه بكرة، وعايزاكم تحلوه يعني اختياري.
تحلوه وتبعتوا لي الاجابات، تبعتوا لي جبتوا قد ايه، واختياري ما تبعتوش. بس اهم حاجه لو وقف معاكم حاجه تقولوا لي ايه اللي وقف معاكم، وانا هشرح لكم عادي جدا. انا كده كده تاني زي اخر مره هصور لكم فيديو وانا بحل الاكسرسايز او التدريبات، وهبعت لكم وهقول لكم انا ليه كل حاجه انا جاوبتها بالطريقه الفلانيه. وبالنسبه للاساينمنت النهارده احنا هنشرح جزء بسيط جدا جدا جدا، هنشرح حاجتين، هنشرح في كل حاجه فيهم حاجتين بالظبط اتفه من بعض، وبعد كده احنا هنعتمد الدرس كله على التطبيق. الاساينمنت المره دي هيبقى فيه 2، هنعمل الاتنين مع بعض، تمام. وانتوا في ايديكم تختاروا تعملوا مثلا اول اساينمنت او تاني اساينمنت، او يعني هو هيكون بروجكت وبروجكت، فانتوا في ايديكم تختاروا البروجكت اللي انتوا عايزينه. لكن انا لما انتوا تختاروا الواحد هيبقى على كل واحد فيه زيادات، انا بس مجرد ان انا عايزاكم تزودوها من عندكم، ولو ما قدرتوش او الوقت يعني ما اسعفكمش مش مشكله انكم ما تعملوش الزيادات دي، بس هي بجد هتبقى ممتعه، وفعلا انا مديها مجهود يعني فكره شويه حلوين في الاساينمنتين دول، وهيبقوا ممتعين ما تقلقوش، هو ممتعين ليكم وتجربوهم كمان مع غيركم يعني، حتى لو من اللي مش بياخدوا كورس معانا يعني. هل حد قال حاجه؟ اخترت الذكاء الاصطناعي، اخترت الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وازاي نقدر نستعمل بايثون في اننا ندربه. هو الصراحة أكتر حاجة مهمة أصلا من الثلاث مواضيع اللي أنا كنت قايلة عليهم، عشان هو فعلا يعني حاجة عملية فعلا، وبرضه بتساعدنا إن احنا نشغل إيدينا باللغة أكتر. طيب النهاردة هناخد اللوبس أو اللوبس اللي هي الحاجات اللي بتقعد تكرر نفسها كتير جدا. هناخد نوعين منهم النهاردة. في نوع احنا خدناه آخر مرة بس يعني اللي هو فور لوب، بس انا ما اتكلمتش عليه قوي وما قلتش ان هو لوب ساعتها، مجرد انا قلت لكم احنا كنا استعملناه في حته وما كنتش شرحها هو، يعني كانت حاجه زياده من اللي هو الزيادات اللي محطوطه، فده ممكن هنشرحه كمان بعدين يعني. بس اللي احنا هنشرحه دلوقتي هنشرح الاف ستيتمنت، تمام، وهنشرح الوايل لوب، وهنعرف امتى نستعمل دي وامتى نستعمل دي، وازاي ممكن نستعملهم الاثنين في نفس الوقت، وازاي نعمل دي وازاي نعمل دي، وايه التطبيقات او ايه التطبيقات اللي احنا ممكن نعملها بيهم، وليه هم مهمين قوي 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 لدرجه ان اصلا الدرس الجاي او كل الدروس الجايه معتمده عليهم. احنا كل اللي احنا كنا بناخده قبل كده مجرد تمهيد ان احنا نفهم محتويات اللغه، ازاي نكتب اللغه، الكلام ده كله عشان نبدا نستعمله في حاجات مهمه فعلا، تمام، عشان على ارض الواقع احنا هنستعمل الكلام ده كتير جدا يعني. تمام، اوكي، بحسب بس حد بعد. طيب اول حاجه هنبدا بالاف ستيتمنت، هنعرف ايه هي، بعد كده هنبدا بالوايل لوب، بعد كده هنبدا نطبق عليهم. يعني النهارده هنشرح حاجتين بس ان شاء الله، ان شاء الله الحصه دي مش هتاخد ساعتين، هتاخد ساعه بالكتير قوي، ساعه ان شاء الله. طيب ايه هي الاف ستيتمنت؟ اف ستيتمنت اللي هي if a certain condition is true then perform a certain task. يعني ايه if اصلا بالعربي؟ انا هترجم لكم دلوقتي يعني ايه if بالعربي، اللي هو لو، تمام. هو بيقول لك لو حاله معينه كانت يعني يتم تحقق حاله معينه، فبالتالي اعمل لي يعني الشغلانه المعينه في حاله ان الحاله دي صحيحه. طيب في حاله ان الحاله دي مش يعني ما يتمش تنفيذها، خلاص ما تنفذليش الحاجه اللي انا قلت لك تعملها دي. انا مجرد دلوقتي بقول لكم العناوين بتاعت كل درس، بس هنبدا نطبق وهشرحها لكم تاني مع الكود يعني. طب بالنسبة للوايل لوب، while a condition is true keep performing a task، بمعنى طول ما الحالة دي صح افضل اعمل الحاجة اللي انا قايله لك تعملها. يعني بص هنعرف الفرق بينهم، بس دلوقتي كفرق سريع، الاف ستيتمنت هنا انا بقول لك لو الحاجة دي صح اعمل كذا، انا مش بقول لك اقعد اعمله، انا بقول لك اعمله خلاص. يعني مثلا لو اليوزر او المستخدم اللي بيستعمل البرنامج بتاعي عنده اكبر من 18 سنة قول له خلاص ادخل البرنامج مفيش مشكلة تقدر تشتري. طيب لو هو بقى مش عنده 18 سنة خلاص قول له انت ما ينفعش تعمل الموضوع ده. طيب بالنسبة للوايل لوب اللي هو مثلا طول ما مثلا الشخص ده عايز يكمل وعمال فاتح البرنامج وما قفلهوش، خلاص اشتغل، خلي البرنامج يشتغل، لكن اول ما يبدأ ان هو يقفله خلاص اقفل. هنا انت تفضل شغال، مش بتعمل تاسك واحدة، انت طول الوقت بتعمل مشغل حاجة طول ما في حالة معينة فعلا صح. هيبان الفرق كمان في طريقه الكتابه وفي طريقه الحاجات، الشروط بتاعت كل واحده منهم يعني، ومين نقدر نستعملها مع مين ومين ما نقدرش نستعملها مع مين يعني. بس واخر حاجه الابلاينج، اللي احنا هنعمل لعبه اسمها جيسنج جيم او لعبه حذر الرقم، وهنعمل كالكوليتر. الكالكوليتر دلوقتي احنا هنعملها بنسخه المره دي،
والمره الجايه ان شاء الله هنعملها بنسخه افضل بكتير جدا وبعدد سطور اقل بكتير جدا. ان شاء الله الحصه الجايه هناخد حاجه اسمها فانكشن وكلاسز. تمام، ايه هو الفانكشن وايه هو الكلاس المره الجايه هنعرفهم، بس دول هم تقريبا كلهم عباره عن الاف ستيتمنت والوايل لوب. تمام، فاحنا محتاجين نبقى مظبطين نفسنا في الجزء ده. واتمنى ان احنا او قبل ما ندخل في، يعني عايزاكم قبل ما ندخل في كل قبل كل حصه، عايزاكم تبقوا مأكدين على انكم فهمتوا اللي قبل كده. انا متاحه 24 ساعه، او ممكن مثلا اتاخر بسبب ان انا مثلا يعني بيبقى ورايا حاجات وكده، بس انا في اخر اليوم بجاوب. تمام، وبرد معاك بالتفاصيل. ما فهمتش بشرح تاني وتالت، مفيش مشكله، حتى لو عايز ندخل في مكالمه تاني واشرحها تاني ما عنديش اي مشكله. المهم انا مفضيه نفسي ليكم. انا بس لو انتوا مش فاهمين ما تترددوش انكم تسالوا، زي ما قلت انا متاحه على تليجرام في اي وقت. طيب، زي اخر مره اخر حصه، لو حتى انتوا كنتوا حاضرين التسجيل، كنت قلت لكم ان احنا في حاجه اسمها comparison operators، وقلت ان احنا هنفهمهم اكتر المره الجايه، وان انا مجرد ان انا كنت كاتباها لكم بس كده وبعت لكم البي دي اف عشان بس تبقى عينكم متعوده عليهم وعلى اشكالهم. ودلوقتي هنستعملهم وهنفهمهم. ايه الفرق بين مثلا ايكوال اللي هي علامتين جنب بعض، بين يعني بينها وبين اللي احنا نستعمل علامه واحده يعني. تمام، طيب هنبدا باول حاجه اسمها الوايل لوب. هنعرف ايه هي الوايل لوب وليه بنستعملها وايه هي وازاي نقدر ان احنا نكتبها. تمام، طيب حد عنده اي سؤال؟ كده كده كل شويه هبقى افتح وادخل وافتح اشوف مين حد بعت حاجه ولا لا. تمام، طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ خلينا نتكلم على الوايل لوب شويه. انا دلوقتي هنكتب وايل لوب مع بعض وهقول لكم هي بتعمل ايه بالظبط. تمام، طيب انا دلوقتي هعمل اوكي، خلينا نجي هنا نمبر. تمام، انا بالاختصار على طول ايكوال، عملنا فاريبل هنحط فيه القيمه بتاعته مثلا integer input. تمام، integer input choose a number. تمام، يعني انا اللي انا عملته لحد دلوقتي عشان بس نبقى ماشيين بالراحه، اول سطر انا عملت متغير وحطيت في المتغير ده خزنت فيه المعلومات اللي المستخدم هيحطها. يعني ايه؟ عملت حاجه اسمها انتجر اول حاجه عشان المفروض اللي هيطلع ده يبقى رقم، فانا مخزناه على هيئه رقم عشان انا لو مش حاطه انتجر هيعتبرها تكست داتا او بيانات نصيه، فانا لا، انا عايزاها بيانات عدديه او رقميه، فخليتها اي ان تي اللي هو انتجر اللي هو بيانات رقميه، فبحول عامه اللي هيدخل هنا لبيانات رقميه. تمام، فانا بقول له choose a number، اختار اي رقم عشوائي بقى، اي رقم. تمام، وبعد كده انا عايزه اقول له الرقم اللي هو حاطه ده هل هو مثلا ايا كان الرقم اللي هو هيحطه ده، انا عايزاه يقعد يعد من بعده لحد ما يوصل مثلا لحد 10. تمام، مجرد مثال عبيط ملوش اي يعني لازمه. هو مفيش حد هيستعمل برنامج عشان احط له رقم فيقعد يعد لي من الرقم ده لحد الرقم اللي بعده. انا مجرد بس بوريكم ازاي بنعمل الوايل لوب، وهوريكم كمان مثال بعدها، بس زي ما قلت احنا التطبيق هو اللي هيفهمنا عشان هو ملهاش اي لازمه وملهاش مثال هيفهمه لك الا لما نشتغل على بروجكتات فعلا على ارض الواقع زي اللي انا هوريه لك بعد شويه. طيب ماشي، هنعمل وايل تكتب كده مجرد انها وايل. تمام، وايل النمبر اللي انا المتغير ده حطيته هنا اهو. تمام، اكبر او يساوي 5 أو 10. تمام، print number. تمام، وبعد كده ينزل تحت number 1 تاني. يعني أنا عايزة أشغلها لكم بس إيه، خلينا بس كنت عايزة أعمل حاجة. ماشي choose a number smaller than مثلا 10 مثلا. ماشي، طيب وهنشغلها. احنا هنشوف بس اللي احنا كاتبينه ده هيعمل لنا ايه، وبعد كده هشرح هو عمل ايه وليه وامتى بقى بنستعمله في حياتنا عامه. طيب هو بيقول لي دلوقتي في الاوتبوت choose a number smaller than 10، اختار اي رقم اقل من 10. ماشي يا سيدي، انا عايز اختار 2 مثلا.
صح، استنى، في حاجة ذكية. أنا لم أعمل اللي هو if المفروض print number، المفروض إنه يطبعها تمام. دي مشكلة، معلش. طول ما أهي ماشي، هاشتغل أهو. ماشي، عملت مثلًا 4. بُصّوا بقى هاقول لكم إيه المشكلة اللي ما اشتغلتش ونخلّي بالنا من الحتّة دي. طيب، أنا هنا إيه اللي حصل؟ أنا دخّلت له 4، قام طابع لي 4، بعدين 5، بعدين 6، بعدين 7، بعدين 8، بعدين 9، بعدين 10. قعد كل شوية يزوّد لي لحد ما وصل ل10. ليه؟ إزاي؟ إيه اللي أنا حطيته فخلّيته يعمل 10 مثلًا، ما يقفش عند 9؟ اشمعنى عملهم بالترتيب ده؟ بُصّوا، أنا مجرد باشرح لكم الدنيا ماشية إزاي دلوقتي، تمام؟ وكده هافتح وهاشوف أسئلتكم تاني، تمام؟ لو حد عنده سؤال يعني، تمام؟ طيب، اللي أنا عملته دلوقتي، أنا عايزة أقرب لكم الشاشة. أنا عملت متغير وخزنت فيه أيًا كان اللي أنا هاحطه هنا، أيًا كان اللي أنا هاحطه أنا خزنته هنا، لكن نخلّي بالنا إن أنا حطيت الinteger، حطيت function integer إن هو بيحوّل لي أي حاجة أنا مدخلاها، بيحوّلها لي لرقم أو لبيانات عددية. ليه؟ عشان أنا لمّا آجي أنزل تحت وأعمل له علامة plus، تمام؟ ممكن يطلع لي error. هنجرب ليه عملنا الحاجة ولو شلناها هيحصل ايه دلوقتي. انا دلوقتي عملت num، عملت متغير اسمه num، عملت variable اسمه num، وخزنت فيه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي انا كنت شارحاه قبل كده، وشارحه يعني ايه integer ويعني ايه input والكلام ده كله. بعد كده نزلت تحت عملت حاجه اسمها while loop. عملت while المتغير ده اقل او يساوي 10 يبقى اطبعهولي، وكمان زود لي عليه رقم. يبقى هو بيعمل هنا، الكمبيوتر بيجي يقرأ المتغير وبياخد فعلا اللي انت حطيته له هنا. بعد كده بينزل يلاقي ان في وايل لوب. يعني ايه وايل لوب؟ يعني انا بنزل الكمبيوتر بينزل يشوف سطر 2 3 4 2 3 4 2 3 4، ما ينزلش للي تحت. يعني انا لو جيت تحت عملت print done، تمام، مش هيعملها done غير لما يخلص كل ده، غير لما الحته دي تبقى غلط، غير لما هيقعد يعمل زائد 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 مثلا لحد ما توصل 11، فهيبطل، هيقف، لانه بعد 11 يبقى هنا دي غلط، يبقى دي الجزء ده او الحاله دي غلط. هنا بيقول لك في حاله while، يعني طول ما، while معناها طول ما المتغير number يساوي او اصغر من 10 فاطبعهولي عادي جدا وزود لي عليه 1. طيب انا هزود عليه 1، هطلع فوق تاني، يبقى هنا مثلا انا كنت مدخله 0 مثلا، فانا هو ايوه 0 والله اصغر من 10. فبعد كده انا هطبع 0 عادي جدا. بعد كده انا هزود عليه 1، بعد كده انا هطلع، فدلوقتي المتغير ده تم تحديثه وبقى الرقم بتاعه 1، فالواحد ده والله اصغر من 10. طيب انا هطبع 1، بعد كده انا هزود عليه 1، فهنا بقى 2، 2 اصغر من 10، هطبع 2 وهكذا. يعني بصوا انا جربت وعملت 0 فعلا. انا عايزاكم تخلي بالكم كمان ان هو مش هيجي هنا ناحيه دي خالص غير لما يخلص ده كله، غير لما اللوب دي تقف. اتمنى انتوا فاهمين يعني ايه لوب، وهجيبها لكم دلوقتي من على جوجل. ماشي، انا اخترت 0 دلوقتي، شفتوا عمل لي 0. والله انت المتغير انت مدخله لي 0، ففعلا 0 دي اقل من 10، فانا هطبعها لك، طبعها لي. بعد كده انا هزود عليها 1، ولما تم تحديثها وخليناها 1 رجعنا فوق تاني. والله دلوقتي المتغير نمبر ده او الفاريبل نمبر ده بقى جواه 1، الواحد ده ما زال اصغر من 10، فانا هطبع لك 1. بعد كده هزود عليه 2، بعد كده ايوه ده لسه اصغر فانا هطبعه، وهكذا وهكذا لحد ما اوصل ل 10. 10 هنا عشان انا عاملاه المتغير ده يا اصغر من او يساوي. يعني انا لو شلت يساوي وعملتها 10 هيطبع لي لحد 9 بس. ليه لحد 9؟ عشان انا اول ما انا عملت بلس لل9 وجت 10 وجه هنا قال في حاله ان 10 اصغر من 10 يبقى كده غلط، يبقى انا هوقف العمليه دي كلها وهنزل لتحت على طول. وخلي بالكم انا ما عمليش دون غير لما خلص كل ده، غير لما مشي على رقم وزود له 1. طيب عشان بس في ناس ممكن تتلخبط، هو ايه اللي انا عاملاه ده؟ يعني ايه نمبر علامه الزائد بعدين علامه يساوي بعدين 1؟ ده مجرد اختصار، بدل ما انا اعمل كده واعمل كده واعمل كده نفس الحاجه. يعني انا لو عملت كده، عملت هنا مثلا يا سيدي 8، المفروض يطبع لي 8 9،
نفس الحاجه زود لي واحد، بس انا بدل ما اكتب المتغير تاني اكتب نفس الاسم، وعشان احدثه يعني بقول المتغير في حالته زمان اعمل له زائد واحد فيتطور ويبقى مثلا لو هو كان واحد يبقى اتنين، او لو كان اتنين يبقى تلاتة. لا، انا ممكن اعمل حاجه تانية خالص، وان هو انا اعمل علامه الزائد بعدين اعمل له ايكوال، وهكذا هو بيزود على نفسه واحد عامه. طب نجرب حاجه تانية. انا اصلا دخلتها لي 19 يعني، هيطبع لي ده على طول، مش هيعملها لي، لان الحاله دي كان عمرها ما كانت صحيحه. يعني انا مدخله او مخزنه في قيمه النمبر دي 19، وجيت هنا في حاله ان 19 اصغر من 10 اعمل كذا. ما هو ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها 19 اصغر من 10، فبالتالي ما عملها ليش اصلا ونزل لي على اللي تحت على طول. تمام. هل في حد عنده سؤال في الحته دي؟ عشان نشوف هو انا كده انا فهمتكم ايه الوايل لوب، اللي هو في حاله طول ما الحاله دي موجوده اعمل لي كذا، واول ما هي ما تبقاش موجوده خلاص ما تعملها ليش. تمام. وبنزل لتحت، طول هي موجوده انا بفضل اعيد فيها اعيد فيها اعيد فيها لحد ما ايه، انها ما تبقاش شغاله تاني. وبعد ما تبطل تشتغل وتقف اللوب برجع لحاجه تانية. يعني ايه لوب؟ استنى اوريكم لوب. لوب يعني حلقه، اللي هو انا بقعد ارجع تاني وارجع تاني، اللي هو ما لا نهايه، يعني ما فيش نهايه ليها غير في حاله بقى حاجه معينه. لو في حد عنده سؤال انا عايزك ترفع ايدك عشان افتح لك المايك. اوكي ماشي. ده بالنسبه للوايل لوب. عشان عنده اي سؤال ادخل في الثانيه. انا كده استنى عايزه اديكوا كام مثال كمان. طيب احنا هنا قلنا مثلا في النمبر، طيب احنا هنعمل حاجه تانية. مثلا انا عايزه اتاكد ان اللي قدامي ده مثلا عنده، لا بس دي في المثال التاني. طيب انا عايزه اجرب حاجات تانية، انا مش عايزه 10 مثلا، عايزه اجرب حاجه تانية. عايزه مثلا لحد 100، او استنى صفر. ماشي. وعايزاه يقول لي هل الرقم اللي انا حطاه ده تمام اصغر مثلا. ماشي. انا مش عايزاه بقى ان هو الصفر تبقى اعلى منه. ماشي. انا عايزاه يكون قدها. ماشي. ماشي. وهنا برضو زي ما قلت ايه ما لهاش يعني اي 30 معنى، بس ايه مجرد ان انا عايزه اوريكم حاجه اللي هي الكومباريزون اوبريتور، اللي هو الايكوال ايكوال، والمش عارفه greater than equal او السمولر than equal او السمولر than والايكوال. ماشي. او سوري او الجريتر than. تمام. احنا جربنا من شويه حاجه، انا يعني واضحه عندكم الشاشه واضح وانا بعمل. ماشي. فانا لو عملت كده ففي حاله ان المتغير اللي انا حطاه ده اكبر من زيرو فاعمل لي الكلام ده. تمام. طيب بس احنا هنا بقى احنا عايزين ايه، نعملها ماينس. مش عارفه هتنفع ولا لا، بس احنا هنجرب. ماشي. فهو طالب مني متغير مثلا وانا عملت له 5 مثلا. ايوه قاعد اعملها ماينس. ماشي. انا قال 5 فهو قاعد يقول 5. طبع لي 5. ليه طبع لي 5؟ عشان هي 5 بيقول لك المتغير اللي انا دخلته ده 5 اللي هو اتخزن في نمب ده، بقت النمب القيمه بتاعتها 5 اللي انا دخلتها هنا. فطول ما المتغير نمبر ده اكبر من صفر، تمام، هو فعلا اكبر من صفر، انا مخليها 5، اطبعه لي ونقص لي منه واحد، ويقعد ينقص واحد 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 لحد ما يوصل هنا، يوصل يبقى هنا واحد، فيجي نعمل له ماينس كمان يبقى صفر، فما يطبعش تاني. طيب امال لو انا جيت وعملت كده يبقى اكبر من او يساوي صفر، وجيت هنا عملت 5 هيطبعها لي بالصفر. ليه؟ عشان انا هنا قلت لك اكبر من او يساوي. طب هو هل فعلا المتغير قاعد نشيل منه واحد نشيل منه واحد لحد ما وصل لواحد، وشيلنا منه واحد تاني بقى صفر، وجينا هنا طول ما الرقم المتغير اللي هو بقى في الحالة دي صفر اكبر من او يساوي صفر اطبعه لي تاني. ففعلا انا جيت طبعته وكان صفر برضو، عشان طبعته عشان هو كان فعلا هو كان صفر وكان ينفع كان يساوي صفر. تمام. طيب انا عملت لكم كده وريتكم دي، ووريتكم اللي هي وريتكم اكبر من او اكبر من ويساوي، ووريتكم اصغر من
اصغر من اللي هو لازما يبقى بالسالب، يعني لازما يبقى اصغر من الصفر. فجيت اشتغلت هنا وجيت انا مثلا عملته -4، تمام، بس احنا هنا بقى نزود يعني، تمام. فانا مثلا هعملها -5، تمام. قعد يزود -5 بقت -4، زود 1، بعدين زود 1 بقت -3، بقت زود 1 فبقت -2، بقت -1 عشان قعدت ازود عليهم لحد ما هو وصل لهنا. عملت -1 فوصل ان هو بقى بقى 0. عملت للنيجاتيف 1 بلس 1 او للسالب 1 زائد 1 فبقى هنا صفر. ففي حالة ان الصفر بقت اعلى من الصفر، ايه ده، ففي حالة ان الصفر ان هو ما بقاش اصغر من الصفر، تمام، فخلاص هو انا هبطل. طيب لو انا عملتها في حالة ان هو يساوي او اصغر من، معلش، هي علامة يساوي لازما بعد علامة اصغر من، هتبقى هنا مثلا اعملها -1 3 مثلا، هيطبع لي صفر عادي. اتمنى تكونوا فاهمينها، اللي هو انا عملت كمان زائد فطلعت صفر. فهو طول ما المتغير ده يا يكون اصغر من الصفر او يساوي الصفر، فاول ما بقى ايوه هو يساوي الصفر فعادي انا هطبعه جدا، اللي هو قيمته هتبقى صفر ساعتها. طيب انا وريتكم اهو الاصغر من والاصغر او يساوي او اكبر من او اكبر او يساوي. طيب في حاله ان هو يساوي بقى، يساوي، تمام، انا مثلا عملته صفر، هو طبع لي صفر بس ما ينفعش حاجه غير كده. هو لو عملت صفر بعد كده ازود عليه 1 بقى 1، فهو في طول ما هو المتغير ده اللي هو ساعتها هيبقى 1 ايكوال الزيرو اطبعه لي، بس هو هنا مش ايكوال الزيرو، هو هنا 1 وهنا صفر مش ايكوال، فهو خلاص وقفها. طيب مثلا انا لو عملتها بعلامه يساوي 1 بس مش ب2، هنا يطلع لي ايرور عشان ما فيش حاجه اسمها كده. ده هنا انا كده كاني بخزن في المتغير ده صفر، بس انا مش بخزن، انا عايزه اقول ان هو ايكوال، ان هو يساوي، تمام، ان هو في حاله انه يساوي فلازم أنا اعملها 2. ده معنى الكومباريزون اوبريتور، تمام. في حد واقف في الجزء ده عشان انا هبدا في الحته الثانيه، تمام. هو بنية تكميليه واللوب هي بنية تسمح بالتنفيذ. حلو قوي بجد، الكلام ده جميل جدا. وانا زي ما قلت زي اخر مره انا عملت لكم PDF بالعربي، ما حدش قال لي تعليق عليها، بس يعني لو كان في اي تعليق يعني يا ريت عشان احسن فيها. انا عملتها بسرعه كده فما كنتش عارفه يعني المعلومات اللي فيها وصلت لكم ولا كانت محتاجه تعديل. طيب حد واقف في الحته دي عشان انا مش هرجع لها وهدخل في الثانيه، تمام. طيب اوكي، طيب هدخل في الحته الثانيه وهي الاف ستيتمنت. الاف ستيت الاف ستيتمنت دي اللي هو لو الحاجه دي موجوده اعمل لي كذا، ولو الحاجه الثانيه دي موجوده يبقى اعمل لي حاجات ثانيه، ولو ولا دي موجوده يبقى خلاص اعمل لي الحاجه دي. هنشوف دلوقتي بمثال. انا دلوقتي قايله لك نمبر برضو، عامله لك برضو انتجر، عامله لك input، وقايله لك خلي نمبر، بيك نمبر، ماشي. طيب نزلت تحت وقايله لك في حاله ان النمبر اللي انت مختاره ده اكبر من الصفر، فوالله يطبع لي ان هو انت الرقم ده يعني موجب positive، the number is positive، ماشي. اتمنى اكون كاتباها صح، ماشي. طيب في حاله ان النمبر اصغر من، يعني الزيرو اكبر منه، في حاله ان هو اصغر من الزيرو فلا اطبع لي ان هو الرقم اللي انت دخلته ده نيجاتيف، the number is negative. طيب في حالة ماشي شغلته. طيب اذا بقى هو كان صفر ذات نفسه، يعني هو ولا كان اقل ولا كان اكتر من صفر، ولا كان اقل من صفر ولا كان اعلى من الصفر، يبقى else print it is zero.
تمام. هنجرب دلوقتي وهنشوف هي اشتغلت ولا لا، وهشرح لكم. نختار اي رقم، هنختار اي رقم، نختار 80. والله الرقم اللي انت مختاره ده بوزيتيف. طيب نختار اي رقم تاني، عايزه اختار سالب 900. الرقم اللي انا اخترته ده نيجاتيف. طيب اختار رقم تاني، اختار صفر. والله ايه ده اللي انا اخترته ده زيرو. زي ما قلت مجرد امثله بقول لكم فين بنحط ايه وايه اللي بيفرق وايه اللي ممكن يطلع لنا ايرور بسببه والدنيا ماشيه ازاي. وبعد كده لما نيجي نجرب على الاساينمنت اللي انا قلت لكم عليه هيبقى حلو. تاني الاف ستيتمنت. تمام يا الله. في الاف ستيتمنت اهو انا حطيت متغير وخزنت فيه قيمه. ايه هي القيمه دي؟ اللي هو والله القيمه دي اللي هو المستخدم اللي بيستعمل البرنامج هيديك رقم. الرقم ده انت خزنه كقيمه وخليها ايه، بيانات عدديه عشان اعرف اعمل عليها بقى اللي هو الاوبريشن ان هي تكون اكبر من او اصغر من او تساوي. ليه؟ عشان انا بص انا لو شلتها اهو، لو شلتها وجيت هنا اشتغلت عملت زيرو والله يطلع لي ايرور. ليه يطلع لي ايرور؟ ده سترينج انت مخزنه بهيئه سترينج، انت مش مخليه لي هيئه عدديه. انت مجرد انك عملت انبوت وكده اي بيانات المستخدم هيدخلها هتكون كانها بيانات نصيه. وانا ما ينفعش اقول اللي هو والله الحرف الف مثلا اكبر من صفر او اصغر من صفر، لازم تكون بيانات عدديه. فانا بعمل له انتجر. تمام، بعمل له انتجر. تمام. حاجه تانية ايرور اصلا انا ممكن يبقى كده وانا اعمل له حرف عملت له كي مثلا، تقول لي ايرور ازاي؟ كي اصلا ده حرف، ازاي انت حولته لبيانات عدديه ومتوقع مني ان انا هقارن حرف برقم مثلا. فالحاجات دي اصلا اللي انا بقول لكم عليها ايرورات. انا مثلا لو انا بعمل برنامج على ارض الواقع ومتوقع ان في ناس هتستعمله، في ناس ممكن تتلخبط مثلا تكتب حاجه تانية، تكتب ما تخليهاش ارقام مثلا. فانا محتاجه في الوقت يعني في المشكله دي ما خليش البرنامج يقف ويهنج مثلا ويطلع لهم الايرور. لا انا محتاجه ان هو يصلح المشكله من نفسه. ده درس تاني هناخده ان شاء الله قريبا يعني، بس لما ايه ناخد شويه حاجات محترمه على اساس لما نبدا نكتب فعلا شويه بروجكتات بكود طويل نبقى عارفين امتى نوقف امتى ما نوقفش. ليه اهميه التوقيف بقى وكده. مجرد ما بقول لكم ان ده ممكن ايرور يحصل فعلا، وليه اهميه الانتجر ان احنا نحولها لبيانات عدديه. طيب بيقول لك هنا بقى الترجمه بقى في حاله او اللي هو لو المتغير ده اللي هو النمبر او اللي هو الرقم اللي انا دخلته او المستخدم دخله اكبر من صفر، فاقول له والله الرقم اللي انت مدخله ده موجب اللي هو بوزيتيف. طيب الف اللي هي دي هنا تعتبر يعني تعتبر ميكس الس اف. انت ممكن تعمل الكلام كله الس واف. تمام، ممكن تخليها اف والس بس احنا بنزود الالف عشان لو في حاله او في شرط كمان زياده. واحنا ممكن نزودها كذا مره، احنا ممكن نزودها 3 مرات في النص او اكتر زي ما احنا عايزين. ممكن ما نحطهاش اصلا، هي اهم حاجه الاف والالس دي بس. تمام. طيب في حاله ان المتغير اللي المستخدم حطه لك ده اكبر من صفر، والله يطبع له نقول له ده موجب. طب في حاله تانية ان المتغير ده اصغر من صفر، قول له ان هو بالسالب، انت مدخله بالسالب the number is negative. وبعد كده لو هو ما كانش ولا سالب ولا موجب فهو ما فيش حاجه تانية ان هو غير ان هو يكون زيرو، فخلاص قول له ان هو بالزيرو. حد مش فاهم الحته دي؟ طب عايزني اجرب حاجه في الحته دي؟ طيب الصوت اللي قطع هو كده اوضح دلوقتي؟ انا قربت السماعه مني. الصوت اللي قطع هل قطع في جزء ما لحقتوش تسمعوها ولا؟ عشان لو كده اعيدها تاني. امم هل في حد واقف مع حاجه؟ طب حد فهم؟ طيب مش عارفه يمكن انتوا مش سامعين السؤال. حد فهم اي حاجه؟ اوكي. اوكي والله بحب الناس اللي بتتفاعل يعني. انا مش عارفه لو عندكم اسئله، لو عندكم حاجات عايزين نجربها في الحصه يعني حلو جدا يعني. طيب احنا هنبدا دلوقتي باكتر جزء انا متحمسه له، وهو ان احنا هنطبق بكل اللي احنا استعملناه. استنوا خلوني اقرب السماعه كده. ايوه ماشي صوت واضح. تمام. تمام. هنبدا ان احنا نجرب بقى اللي احنا استعملناه. خلي بالكم احنا اهو عدى 40 دقيقه خلصنا الجزئين، وهناخد ان شاء الله نص ساعه كمان وخلاص. بس هنطبق الكلام وبس كده، وهنتناقش كمان نص ساعه بالمناقشه بتاعت اخر حته. ان شاء الله باقي الحصص هتكون كده وما احتاجش ان انا اطول. طيب
تمام. هنبدأ إن إحنا نتكلم على أول حاجة إحنا هنبدأ نعملها أو نحاول إن إحنا نعملها. أول حاجة هنحاول نعملها وهي إن إحنا هنعمل أيوه، هنعمل زي guessing game كده، اللي هي لعبة تحذّر. تمام. أيوه الtime مش حلو، في وقت حلو جدًا. طيب، هنعمل حاجة اسمها guessing game. أنا عايزاكم بس تركّزوا في الحاجات اللي أنا هاقولها دلوقتي، عشان اللي أنا هاقوله دلوقتي ده هيبقى مطلوب منكم إنكم تعملوه كواجب. أنا هاطبّق معاكم، بس اللي أنا هاطبّقه ده مطلوب منكم كواجب، بس هيبقى مع بعض الزيادات، وأنا طالبة زيادات، وإن شاء الله بعد موعد التسليم أو يعني أنتم كده تبعتوا لي لو وقف معاكم حاجة ومش عارفين تعملوها يعني. هابعت لكم إزاي كنتم المفروض تعملوها يعني، ما فيش مشكلة، يعني أنا هاقول لكم الواجب المفروض كان يبقى شكله إزاي، بس أيًا كانت الطريقة اللي أنتم استعملتوها أنا عايزاكم أنتم تدوّروا وتعرفوا إزاي، وهي كده حاجات أنا قايلاها قبل كده يعني إيه، بالمنطق بس، مش محتاجة تكون عندكم علم برّه أكتر من اللي أنا شرحته في اللغة. طيب إحنا هنطبّق، وأول حاجة هنبدأ إن إحنا نعملها إن إحنا هنعمل لعبة اسمها guessing game. يعني إيه guessing game؟ لعبة حذّر. اللعبة الملخص بتاعها إن هو إحنا هنخلّي بايثون يعني يحط لنا رقم إحنا مش عارفينه، ونقول له مثلًا حطّه مثلًا من 1 ل10، رقم عشوائي، يختاره عشوائي. تمام. وبعد ما يختاره عشوائي المفروض بقى إن إحنا هندخّل له أرقام، والمفروض هو يعمل شوية عمليات حسابية ويقول لي والله الرقم اللي أنا دخّلته ده هل هو أكبر من الرقم اللي هو مختاره والّا أصغر منه؟ طب هل هو أنا فعلًا جِبته صح والّا لأ؟ تمام. ولو جِبته صح يقول لي، ولو جِبته أصغر يقول لي لأ حاول تجرّب رقم أعلى شوية، ولو جِبته أعلى يقول لي لأ حاول تجيب رقم أقل شوية. تمام. هي لعبة جميلة جدًا وسهلة جدًا في الكتابة، واللي يكتبها صح من أول مرّة تمام، لأ ده معناه إن هو فعلًا فاهم الدنيا وعنده مهارة المنطق. يعني إيه عنده مهارة المنطق؟ هو في حاجة غلط بتتقال إن هو أنت عشان تبرمج محتاج إنك تبقى شاطر جدًا في الرياضة أو في الmath عامةً. لأ، أنت محتاج بس يكون عندك منطق، والmath اللي هو جزء الalgebra أو الجبر اللي فيه هو فعلًا فيه منطق. فأنت بس في حالة إنك شاطر في الحتة دي أو عندك منطق تمام، مش محتاج إنك تحفظ قانون أو حاجة، على طول كده تقدر تجيبها أدام أنت فاهم هي بتتكلم على إيه، أنت كده تمام. ومع الوقت على فكرة دي خبرة بيتم اكتسابها، مش حاجة أنت بتبقى موجودة عندك بعد ما تخلّص الدراسة عندك في المدرسة، بالعكس. تمام. طيب، هنبدأ بالبتاع وهاخلّيكم كل واحد يجرّب وهتبقى جميلة والله. ماشي؟ أول حاجة إحنا عشان نخلّيه يختار لنا رقم عشوائي من عنده، إحنا محتاجين نعمل import لموديول هنلاقيه الويب سايت محمّلاه. يعني أنت لو هتستعمل Visual Studio أو أي برنامج code editor عندك مش هيشتغل، لأنك هتبقى محتاج إنك تحمّل الموديول ده. يعني وأنت بتحمّل اللغة البرمجة دي هي مش بتتحمّل وهو موجود عليها يعني. تمام. هاوريكم ليه دلوقتي. بس أنت لو بتستعمل المنصة لأ هو موجود عليها ومش هيحصل لك أي error. تمام. زي ما إحنا عملنا قبل كده لمّا عملنا import لNumPy وقت ما كنت باشرح الarray. وحاجة تانية إحنا متهيأ لي إن شاء الله هاوريكم فيديو، أو الله أعلم هي الحصة دي يا إما قبل الحصة الجاية يا إما قبل الحصة اللي بعدها، هابدأ أوريكم إنكم محتاجين إنكم تحمّلوا بقى code editor. يعني إيه code editor؟ اللي هو حاجة زي Visual Studio، وبعد كده مش هنستعمل المنصة، إحنا هنحمّل حاجة على اللابتوب. تمام. فعشان كده دايمًا اللي كان بيبعت لي على الموبايل أنا باقول لكم لا يمكن الاعتماد عليه، ومش هيساعدنا بعد كده في تطبيقات على أرض الواقع، لكن أنا هاحاول ألاقي للموضوع حل يعني. تمام. أو ممكن يكمّلوا عادي جدًا معانا من على الموبايل لحد ما يعني يصلّحوا مثلًا اللابتوب أو يجيبوا واحد جديد من على الموبايل على المنصة دي عادي جدًا. بس في بعض الحاجات مش هيبقوا قادرين إنهم يعملوها، بس ما فيش مشكلة، يعني هابقى مدّية لهم واجبات مختلفة على أساس على الأقل يطلعوا بأي استفادة من الدار. طيب، زي ما قُلت إحنا هنحتاج إن إحنا نعمل أول حاجة import لحاجة اسمها random، موديول اسمه random. إيه بقى موديول random ده؟ هو فيه functions كتير جدًا، بس إحنا هنستعمل منها حاجة واحدة. يعني إيه فيه methods كتير جدًا. ويعني إيه methods أنا قُلتها عليها قبل كده، وإن هو كل مديول إحنا بيبقى ليه بعض اللي هي إيه، حاجات زيادة بيخلّيني أقدر إن أنا أعملها. فهو من الحاجات في حاجات بقى الموديول ده بيخلّيني أقدر إن أنا أعملها مش موجودة في Python عادي لو أنا محمّلاها. بس إحنا إيه اللي إحنا هنستعمله هنا، هنستعمل حاجة واحدة بس مش هنتوه. لو حد حابب يعرف أكتر عن الموديول ده أنا هابعت لكم برضه link تقرأوا فيه كده الحاجات الموجودة فيه، ممكن تجربوه وتلعبوا فيه زي ما أنتم عايزين.
بس هو مش هنحتاجه، يعني مش هنحتاج حاجه زياده في الاساينمنت ليها علاقه بالمديول ده. وحصه المديول وكده دي هتبقى الحصه اللي بعد اللي جايه، لان انا هعلمكم ازاي تعملوا مديول اساسا، وازاي تحملوه اساسا، ازاي يعني تعملوا واحد، وازاي تحملوا واحد من على النت، وحاجات كتير بقى يعني ايه ساعتها. اوكي اوكي. طيب انا عملنا امبورت لراندوم. بعد ما عملت امبورت لراندوم هبدا ان انا هقول برنت، هفهم المستخدم هو بيعمل ايه اساسا. فبرنت والله يعني يلا اهلا في اللعبه يعني hello to the welcome to، مرحبا بك welcome to the guessing game، اهلا بيك في لعبه حظر فزر. طيب بعد كده هقول له القوانين، والله pick a number ماشي. in this game مثلا you يا الله in this game you will pick a number, you will try to guess the number right. ماشي. والمفروض ان هو يعمله كمان. هنجرب حاجه معاكم، اتمنى انها تشتغل. ايوه هتشتغل ان شاء الله. in this game تمام you will try a number. هقول لكم اللي انا عملته ده ايه بقى. you will try to guess a number the number right. And okay and with the game will give you a hint whether you guessed lower than the number the right number or lower higher. هقول لكم الكلام اللي انا كنت بدأ دلوقتي. ده هنا. طيب بس عايز اتأكد انا شغال. ملهاش لازمة بطلعلكوا عليها سنة. يا إلهي جيب لي هنا ليه كده اهو بس وريني. طيب بيقول لي welcome to the guessing game، اهلا بيك في لعبة حذر فزر. في اللعبة دي in this game you will try to guess the number right. انت المفروض تحاول انك تحذر او الرقم صح، واللعبة هتديك هتديك كده زي معلومة كده تقول لك الرقم اللي انت حذرته ده هل هو اعلى من الرقم ولا سوري هل هو اصغر من الرقم ولا اعلى منه. تمام ده مجرد ان هو ايه بقول له الحاجات اللي هو المفروض يعملها. تمام احنا ممكن نشيل كل ده مجرد انكم عرفتوه. تمام اهو بس مجرد انا قلت له انت المفروض تعمل ايه في اللعبه. بعد كده هبدا ان انا بقى اشتغل شغل حقيقي بالوايل ومش عارفه ايه الكلام ده كله. اول حاجه انا محتاجه ان اعملها ان انا اخزن او اخليه يختار لي رقم عشوائي. ازاي؟ هعمل حاجه اسمها answer، هعمل variable اسمه answer تمام اللي هو الاجابه اللي هي المفروض تكون هي دي الصحيحه. طيب انا ازاي هخليه يختار واحد عشوائي من عنده؟ ازاي هخليه يختار رقم عشوائي من عنده؟ هو عشان كده عملنا import للراندوم. هنيجي هنا هنعمل random نقطه بعد كده rand لحظه ايوه ماشي rand int، وبعد كده هنعمل قوسين. يعني بصوا انا دي كده لازم تكتبوها بالنص كده، بس الحاجه اللي وقفتني بس ان هو انا عايزه اتاكد كتبتها صح ولا لا، بس هي ان شاء الله صحيحه. هنعرف لو ما عرفناش هي كده كده موجوده على جوجل سهل جدا تتجيب. فهنعمل راندوم نقطه ميثود اسمها راندوم ان هو انت اختار لي عشوائي رقم بين حاجتين انا هديهم لك. انا عايزاك مثلا تجيب لي رقم بين 1 ل10 مثلا. تمام وبعد كده اعمل حاجه اسمها correct equal false.
فاكرين البولينز اللي انا شرحتها اللي هو ترو وفولس وكده؟ هنا بقى الاستعمالات بتاعتها انا كنت قايله لكم ساعتها ان احنا هيبان قوي استعمالها لما نيجي نبدا ان احنا نشتغل مع اللوب والفانكشنز وكده. احنا دلوقتي هنستعملها. يبقى تاني انا عملت ايه؟ عملت امبورت لحاجه اسمها راندوم. بعد كده قلت له والله اهلا بيك اللي في اللعبه دي انت محتاج انك تحذر الرقم صح. بعد كده قلت لك الاجابه هتكون الاجابه اللي هو انا مش عارفاها، انا مش هطبعها. اللابتوب او الكمبيوتر لوحده هيتخيلها، وانا ذات نفسي وانا بكتب الكود انا مش عارفاها. انا بقول له اختار رقم عشوائي من بين 1 لحد 10. تمام؟ هو انا ممكن اقولها هنا اهو. choose a number pick a number between 1 and 10 مثلا. اختار رقم بين 1 ل 10. وبعد كده خزنت متغير وحطيته فولس ان هو correct equal false، وهنفهمها ليه دلوقتي. بعد كده ننزل نعمل هنا while correct equal false. في طول ما correct ده الحاله بتاعتها false عايزاك تعمل لي ايه؟ print. لا اعمل لي متغير اسمه guess وخزن لي فيه integer input pick a number. اختار رقم. تمام؟ بعد كده انزل تحت هنعمل جوه الوايل لوب اف لوب، ولازم نخلي بالكم من المسافات. انا عملتها هنا برضه عشان تبقى ضمن الوايل لوب. لو انا عملتها كده كده انا خرجت بره الوايل لوب. يعني انا هنا هيفضل طول الكود يقعد يقول لي حط رقم حط رقم حط رقم، مش هيوقف خالص. فانا عشان اديله شرط يجي فعلا ساعتها ويقف محتاجه ان انا احط له اف. فبنزل كده والمفروض يبقى في مسافه لوحدها عشان تبقى الاف ستيتمنت ضمن الحلقه بتاعت وايل اللي هي طول ما كذا موجود يبقى كذا يحصل. فهعمل اف الجس ده اكبر من الاجابه الصحيحه. لو الرقم اللي انا توقعته اكبر من الرقم الصح هنعمل برنت. يعني ايه؟ روح اختار رقم اقل. اختار رقم اقل. طيب في حاله انه كان الرقم اللي انا توقعته ده اصغر من الانسر، لا هقول له بقى ايه؟ اطبعه لي اكبر. جو هاير. شوف رقم اعلى. طيب في حالة ان هو كان فعلا بقى الرقم ده موجود يبقى else هنعمل print correct انت جبتها صح. وفي الحالة دي عشان ننهي بقى اللوب دي وما تقعدش تعيد نفسها تاني محتاجين ان احنا نغير الشرط اصلا اللي هو كان طول ما الكوريكت دي false افضل اعملها وكرر من الاول وجديد. وهقعد اقول لنفسي هقعد ادخل رقم بعدين ارجع ما الاقوش فارجع وما الاقوش ارجع ما الاقوش هكذا. فهو في حاله انها كانت كوريكت بقى خلاص انها ولا كانت اعلى ولا كانت اصغر وكانت تساويها فعلا غير لي بقى كوريكت المتغير اللي اسمه كوريكت ده الفاريبل اسمه كوريكت وخليها ترو. فلما اجي اشتغلها هنا هو اختار رقم عشوائي دلوقتي انا مش عارفه ايه هو. ماشي pick a number between 1 and 10. ايوه هنا بس عايزه احط ماشي على ادفع حاجه بيحصل ايرور. ايه يا استاذي؟ equal false. انت عايز ايه؟ ماشي انتظروا while correct equal false. ايوه guess false is not defined. معلش بس برضو عشان بس لخبطت الاماكن. طيب هو بيقول لي اختار رقم بين 1 و 10 انا بختار 6. بيقول لي روح اعلى يبقى هو 6 يبقى انا مش هختار 5 هختار 7 مثلا. اعلى 8 اعلى 10 اقل يبقى الرقم كان 9. فيقول لي كوريكت وقفل. يعني انا طول ما انا ما جبتهاش صح عمال يقول لي جيب 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 جيب. تمام؟ بس هي دي القصه وهشرحها لكم تاني بس انا متهيألي الوقت بتاع الحصه خلص. باقي 7 دقايق هشرحها لكم تاني وبعد كده على اساس في المكالمه التانيه لما اقفل وافتح تاني هنبدا بقى في نعمل الكالكوليتر. تمام؟ يبقى تاني انا عملت ايه في الكلام ده كله بس عشان هو حلو جدا عايزاكم تفهموه كده اللي هو انتوا مش محتاجين تبصوا على الكود تاني لما تيجوا تعملوها. يعني انا دلوقتي بعمل لعبه حذر فزر.
حذر لي الرقم. انا قايله لك اختار لي رقم بين 1 ل10، وعامله حطيت متغير او variable اسمه answer، وحطيت فيه اللي هو اختار لي رقم عشوائي، حتى انا اللي بكتب الكود مش هبقى عارفاه، وخليهولي بين 1 ل10. ممكن اخليه بين 1 ل100، بين 0 ل10، بين 0 ل4، بين اي رقمين، وهنجربها دلوقتي. وبعد كده قلت له حطيت متغير اسمه correct. في حالة ان correct ان هو مش correct، او اللي هو correct دي equal false، اللي هو الحالة اللي هي هتوقفه ما حصلتش، هنقول يعني بصوا الحتة دي كده، انا في حالة ان correct false. تمام؟ يعني ايه correct false؟ يعني هو انا مسميها اي متغير، فطول ما المتغير ده غلط ما تحققش، ايه اللي هيحصل؟ اهو طول ما طول ما المتغير ده يساوي فولس، ان هو محدش غيره، فهتعمل لي ايه؟ عايزاك تطلع لي على الشاشه انك هتعمل لي حاجه اسمها هتحط لي متغير اسمه جس، وجس ده انت كل ما طول ما الحلقه دي شغاله المفروض ان انت هتخلي المستخدم يدخل لك رقم. طول ما هو ما جابش الرقم الصح يجيب لك، يفضل متاح لي ان هو يدخل رقم 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 لحد ما بتاع ده يجيب الرقم صح. ازاي هيجيب الرقم صح؟ يعني اول ما فعلا يجيب الرقم صح، يعني يجيب الرقم صح. بص 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 ده. انا هنا بقول ايه؟ طول ما، تمام، correct equal false. هي امتى هنا false مش هتبقى equal false وهتبقى true؟ في اخر حته، واخر حته دي اللي هي معناها ايه؟ ان هو الرقم اللي انا عاملاه ولا هو اعلى من زيرو، ولا هو اعلى من الرقم العشوائي اللي هو اختاره، ولا هو اصغر من الرقم العشوائي. هو بقى قده. اول ما يبقى قده بالظبط اطبع لي ايوه تماما انت جبتها، واطبع لي كمان وغير لي المتغير كوريكت وخليها ترو. فانا اول ما اغير المتغير كوريكت واخليها ترو فيرجع تاني يبدا من الاول وجديد، هيلاقي ان هو كوريكت مش ايكوال فولس. فهي الحاله دي ما بقتش شغاله خلاص، كوريكت تم تحديثها وبقت ترو، فهيبطل وخلاص كده خلصت. حد مش فاهم الحته دي؟ تمام. يتم تنفيذ التعليقات والمنهي إذا حقق شهر، صح. إذا حقق شهر ولكن ليس الشرط صبر، صح. يتم تنفيذ التعليمات البرمجية إذا لم يتم استيفاء، صح. ممتاز. ماشي. حلو. فاهمين يعني؟ تمام. قبل ما الحصة تخلص بس خلينا نكملها فيها يعني. هنجرب مثلا على من 100 من 1 ل100. تمام. خلينا نختار من رقم 1 ل100 ونلعبها مع بعض. أنا عايزة أفتح لكم المايك قبل ما الحصة تخلص كده، وعايزاكم تجاوبوا معايا كده، تقولوا لي أرقام نجربها مع بعض. افتحوا المايك وقولوا لي أرقام كده نجربها. حلو ماشي، قولوا لي. وعايزاكم لو في أسئلة قولوا لي برضه. أنا فتحت لكم المايك، قولوا لي قبل إيه من ال4 دقايق يخلصوا بتوع الحصة. افتح لكم محدش عنده أي رقم نجربه؟ أي رقم؟ طب اكتبوه طيب. انتوا فاتحين الحصة ومش مش قاعدين صح؟ 33. لا عايزين حاجة أقل من 33 بيقول لك. أنا هجرب مثلا 22، أروح أعلى يبقى حاجة بين 22 و23. 25. أوكي. فين؟ رحت فين؟ يا إلهي مش راضي يخليني يا رب. طيب معلش معلش أنا تلاتين. ماشي 25 أعلى. 50 أعلى. 80 أقل من 80. أقل من 80. أقل من 80. ماشي 36. أقل من 36. أقل من 36. هجرب أنا. 50 أعلى، يعني بين 50 و 63. عندنا 12 رقم متوقع. 55 أعلى كمان، يبقى أنا هجرب 60 مثلا بالظبط. أقل
يبقى احنا عندنا من 60 ل 55 مثلا. ممكن ايه 75 اعلى، يبقى 95، يبقى 85. جبناها كوريكت 85. فانتوا شايفين اهو هو اختار رقم من دماغه. هي بتبقى حلوه فين بقى؟ ان احنا نجربها مع ناس كمان. عامه بقى جربتها مع اخواتي، جربتها مع ايا كان، اقعد جربها. ممكن نزود في الارقام، ممكن نخليها ارقام خياليه. تمام. احنا كمان ممكن نخليها ارقام اساسا. تمام. ومش نبقى ما نقولش هنا. تمام. ففي الحاجه اللي انا عايزاكم بس تزودوها. لا، هقول لكم. اه طب الحصه هتخلص وانا هقول لكم ايه ده. تمام. على كوريكت. لا، هي كوريكت مش حاجه. هو انا مسمياها كده بس. انا ممكن اخليها اي. ممكن اخليها اي مثلا، بس في الحاله دي انا هخلي دي اي، وهخلي تحت اي برضه. ده مجرد اسم متغير، هي ملهاش اي حاجه، هي مش اساسيه ان انا استعملها، مش لازم أن تكون موجوده طول الوقت. تمام. اهو مثلا 9. مش من احنا هنخليها بقى من 1 ل4 عشان ايه نجيبها بسرعه. تمام. نعملها 3. صح، جبتها من اول مره. صح. تمام. لا، هي احنا اصلا مش لازم كل مره نستعملها، انا مجرد دلوقتي استعملتها عشان اعرف اعمل الكلام ده. بس هو ليها طريقه تانية كمان، بس انا هقولها لكم، بس مش محتاجين انكم تعملوها، مش محتاجين انكم تحفظوها عشان ما تلخبطش قوي، خاصه ان احنا لسه في ايه، مبتدئين. بس هي في حاجه اسمها كده، بصوا ايه اللي هي ايه. ماشي، خليني بس افتكر لكم. كانت هنا كان جايبها اهي. اهي. كوريكت المفروض. لا، هي كانت حاجه تانية. طيب لا استنى، هقول لكم مثال تاني. لكم الكلام ده كله. ماشي. أو مثلا. مش استنى، نخليها يدينا مثال تاني. ماشي. give me another example of while loop. هنا مش كلام، حاطط حاجات بايخة تقيلة. while كذا كذا. لا 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 لا، اديني حاجة أسهل كمان. ماشي. ما دي اللي أنا لسه كنت قايلها لكم. لا، عايزين واحدة منهم. هي محتاجة أدفع فلوس. مش مشكلة، احنا هنخترع واحدة. طيب أنا دلوقتي مثلا هخليه يقول لي ممكن تبقى لعبة تانية، بس احنا هنخليها احنا ما فاتش حاجة. لسه ما حكيناش على حاجة اللي لسه داخل جديد. طيب ماشي. انا لسه كنت بقول ان احنا مش محتاجين ان احنا نعمل كوريكت ونخلي متغير اسمه كوريكت. احنا ممكن نخليها اي عادي جدا، بس في الحالة دي هنخلي دي اي ودي اي برضو. احنا مجرد ان احنا بنقول ان في متغير الحالة بتاعته ان هو فولس، ان هو غلط، ان هو ما تمش. تمام. فطول ما هو المتغير ده ما تمش، او ما تمش ان هو التغيير بتاعه اللي هو الترو، فخلاص افضل اعمل لي اللوب ده لحد ما فعلا اجيب الرقم صح مثلا، فبعدين المتغير ده يتغير او يتم تحديثه. فلما اجي ارجع اشتغل على اللوب تاني ما اشتغلش، لان خلاص هي كده الحالة المعينة دي تم انها اتنفذت فعلا، فانا هبطل اعملها. احنا ممكن نعملها بحاجة تانية. يعني ممكن نخليها مثلا مش لازم فولس وترو مثلا. انا عملت، استنى اقول لكم، كانت في دماغي اصلا كنت عاملاها حاجه تانية قبل ما اجيبها من شات جي بي تي. بس قلت شات جي بي تي امن، ويعني ايه ثقه اكتر يعني. ماشي 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 ماشي. ماشي. ممكن اعمل هنا. مش كده، مش عارفه اعملها تحت. بصوا لحد ما اجيبها لكم المره الجايه. هي احنا بس الطريقه دي انا مش مخليها كوريكت او انكوريكت. انا مجرد مسميه متغير وحطاه قيمته فولس، او ان هو ما تمش. فهو طول ما هو ما تمش خلاص افضل اعيدها لي لحد ما يجي حته ويتم فعلا تحديث ان هو فعلا خلاص الموضوع تم. فنطلع فوق يجي يعملها يقول ما هو خلاص تم يعني. مش هحتاج ان انا اعيد في اللفه دي تاني. فهمتوا الحته دي اللي كان بيسأل عليها؟ عشان ادخل على الاساينمنت التاني.
طيب مفيش مشكلة، كده في مجال للأسئلة تاني في آخر الحصة. تمام. طيب أنا عايزة ده بالنسبة للواجب، يعني ده واجب من 2 انتوا ممكن تختاروا تعملوا أي واحد منهم. تمام. طيب الواجب ده ايه الإضافات اللي انتوا ممكن تزودوها عليه؟ بس احنا لو جينا، يا الله، طيب لو جينا هنا جوجل سلايدز، وجينا هنا وجينا هنا جينا هنا جينا لآخر حاجة. طيب عندك ان هو انت الاساينمنت بتاع النهارده اساسا انك تختار بروجكت، يا اما هتعمل الكالكوليتر يا اما هتعمل لعبه حذر فذر اللي هي الجيسنج جيم. ففي جيسنج جيم انت في حاجه زياده انت ممكن تعملها، وارشح انك تعملها عشان تبقى ممتعه اكتر ليك لو انت هتلعبها او لغيرك لو انت هتخليه يجربها. وهي انك هتخلي المستعمل او المستخدم بتاع اللعبه دي يبقى قادر يختار عنده 3 محاولات بس، ما ينفعش يعمل محاولات اكتر من كده. تمام. ليه 3 محاولات فقط، ما يقدرش يعمل اكتر من 3 محاولات. انا زي ما قلت هنا هو بيقعد يعيد نفسه براحته. تمام. لحد ما ايه يعني ايه يخلص، يعني تخلص لحد ما اجيبها صح يعني. طيب لو انا زودت ان عدد معين، لازم مثلا عندي 3 مرات اختار او عندي 5 مرات اختار، لا يبقى انا اول ما تيجي يخلص المرات اللي انا بختار فيها يقول لي معلش انت ما ينفعش تجربي تاني، والاجابه الصحيحه كانت كذا اللي انت ما عرفتيش تجيبيها مثلا. وانا هبعت لكم فيديو بعد ما اخلص اصوره على طول وابعته لكم، بس هبعت لكم بعد ما حبه حلوين يبعتوا لي الواجب، يعني ازاي المفروض كنا نعمل الموضوع ده. تمام. ده بالنسبه للواجب. حد مش فاهم جزء الواجب ان هو المفروض ايه الزيادات اللي انتم ممكن تزودوها، اللي هو انا مجرد ان انا عايزه بس ازود ليميت او حدود لعدد المرات اللي انا اقدر فيها احذر الرقم. طيب نروح للاساينمنت التاني. ماشي. الاساينمنت التاني سهل جدا، وهو عبارة عن كالكوليتر، وحاسة ان احنا عملنا حاجة زيه قبل كده بس ايه مش قوي يعني، هوريكم دلوقتي. هنا شد كل ده. طيب الكالكوليتر دلوقتي احنا هنعمل الكالكوليتر في الحاجات اللي احنا هنعملها. اول حاجة احنا هنخليه يختار العملية الحسابية اللي هو عايز يعملها. هل هيبقى عنده 5 اختيارات؟ لحظة، احنا دلوقتي هخليه 3 اختيارات، وانا هقول لكم ال3 اختيارات كمان اللي انتم ممكن تزودوهم لوحدكم لو انتوا هتعملوا الكالكوليتر يعني. اول اختيار وهو ان هو ممكن يعمل عملية addition او اللي هي زيادة، يعني ان هو اضافة، يعني بيضيف ده على ده، او subtraction اللي هو ينقص. تمام. او ان هو يخرج اساسا بره الكالكوليتر. فاحنا هنعمل اول حاجة print 1 addition. تمام. print 2 subtraction. 3 print 3 exit. طيب احنا عايزين بس نيجي هنا في الاول نقول ان هو ايه ده اصلا، ايه الحاجات اللي طالعه دي؟ calculator menu. احنا دلوقتي لو شغلناه اهو الكالكوليتر اهو برنت، معلش بس على ادفع حاجه بيحصل ايرور. برنت كالكوليتر منيو اديشن او سبتراكشن او اكزيت. بعد كده دي هنيجي تحت في حاله. تمام اهو. بس اولا احنا هنعمل التشويس، احنا عايزين نخزن هو يختار 1 ولا 2 ولا 3. هنعمل حاجه اسمها تشويس اللي هو الاختيار بتاعه، وهنخليها انتجر، مش انتجر انبوت. ليه انتجر؟ عشان هو هيختار يا 1 يا 2 يا 3. ماشي اهو calculator menu choose a number. ماشي input choose a number. انا اهو شغلت، فتح لي كده عادي جدا. هيقول لي عندك والله input
فيقول لي والله انت عندك الاديشن والسبتراكشن والاكس. فانا المفروض اعمل وايل لوب واعمل اف لوب كمان معاها، انه في حاله انه اختار 3 هيقفل له، هيقول له ان هو خلاص بيتم انك تخرج بره الكالكوليتر. وفي حاله انت اخترت 1 هيبقى مطلوب منك انك تحط رقم ورقم واعمل لهم بلس. في حاله انك طلبت 2 هيبقى مطلوب منك انك تحط رقم ورقم واعمل له، وهطلع لك الناتج بتاعه. تمام. فانا اهو زي ما قلت enter your choice من ايه، enter your choice، اختار يعني اختيارك بين 1 ل3 اهو. enter your choice من 1 ل3. تمام اهو، سايبه لنا مسافه ايجابيه. طيب بعد كده هنزل بقى تحت، انا شغلتها تبقى منظر زي كده، بس لو انا طبعا حطيت اي رقم مش هيفرق، يعني مش هيفرق خالص. فانا هاجي هنا تاني وهنكمل بقى. اول حاجه انا هحطها له وهي if التشويس اللي هو مديهولي ده equal 3، في حاله ان هو اختار 3 اساسا، اختار 3 اللي هي exit، فانا عايزاه يقول لي ايه print. والله يقول لي ان هو خلاص انت بيتم الخروج من البتاع من الكالكوليتر، exiting calculator. تمام exiting the calculator، بس يتم الخروج من الكالكوليتر عادي جدا. طيب في حالة حاجة تانية بقى ان هو هتبقى حاجة اوكي. طيب في حالة بقى انه مثلا كان مختار كان مختار 2 او سوري كان مختار 1 مثلا ان هو عملية الحساب. فاحنا هنا في الحالة دي بنعمل ايه بقى؟ في الحالة دي احنا بنبدأ ان احنا واحنا اصلا المفروض ماشي، احنا قلنا هنا سوري احنا قلنا هنا if كذا يبقى كذا ماشي. else بقى في حالة انه اختار 1 اللي هو يكون عملية حساب، فانا عايزاه يدخل لي والله نمبر 1 وهعمله equal integer، بعد كده input يعني ايه enter the first number. تمام اهي enter. بعد كده انا هاجي هنا وهخلي نمبر 2 معلش بقى مش هتبقى انتجر هتبقى فلوت. ليه؟ عشان هو ممكن يحط لي رقم مثلا 0.5 او يحط لي رقم فراكشن. تمام، ففي الحاله دي لو انا كنت عاملاها انتجر هيطلع لي ايرور، بس فلوت انا ممكن لا، هو عارف ان انا ممكن تطلع فراكشن وكده يعني. تمام، فراكشن اللي هو حاجه على حاجه. نمبر 2 اللي هو نمبر 2 هتبقى فلوت input بعد كده هكتب enter the second number. تمام مفيش مشكله الحصه تبقى مسجله والحصه قليله جدا، يعني الحمد لله احنا بقالنا بالظبط انا 10 دقايق هخلص المثال ده، احنا كده خلصنا الحمد لله ساعه بالظبط الحمد لله، يعني الحصه دي كانت سريعه. تمام طيب تاني انا عملت ايه؟ عملت اف في حاله او اللي هو لو التشويس او الحاجه اللي انا الاختيار اللي انا اخترته ده كان 3 اللي هو بيمثل اكزit، خلاص قول لي والله ان انا بخرج خلاص exiting the calculator. وبعد كده لازم اعمل حاجه اسمها بريك. ايه بريك ده؟ بريك ده اللي هو انا بوقف عندها، انا هوقف عندها ماشي. طيب ويقف خلاص. فادام انا وقفت هنا عادي جدا بقى ان انا احط عايزه احط قيمتين تاني. ايه اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ انا بقول لك لو الاختيار اللي المستخدم اختاره كان 3 اللي هو بيمثل exit، فبالتالي يقولوا والله تمام احنا يتم الخروج من الآلة الحاسبة. وبعد كده هقفل هنا، انا مش هحتاج ان انا انزل تاني. بريك اللي هو خلاص اقطع اقف بريك استراحة خلاص ما تكملش. فهيقف عند هنا ومش هيكمل الباقي، مش هيبص على else ولا هيبص على if اللي احنا هنعملها تحت.
طيب في حالة ان هو ما كانش بقى، لو كذا، طيب لو هو مش كده، فلو ما كانش يساوي 3 الاختيار، لو كان يساوي 1 فبالتالي هنعمل له ايه بقى؟ هننزل تحت ونقول له برنت، هنعمل متغير اسمه ريزلت. يعني ايه ريزلت؟ ده نتيجة، انا مسميها ريزلت، بس احنا ممكن نسميها اي حاجة، احنا ممكن نسميها اي، ممكن نسميها او، ممكن نسميها نمبر، ممكن نسميها انسر، ممكن نسميها اي حاجة. هعمل الريزلت ايكوال نمبر 1 بلس نمبر 2. ليه؟ عشان لو هو اختار واحد، اللي هو اختار عملية الحساب اللي هي الإضافة الاديشن، فبالتالي أنا عايزة أعمل له عملية حسابية اللي هو أنا بضيف الرقم الأولاني اللي هو يحطه ده على الرقم التاني. تمام؟ فأنا هعمل له، لو هو اختار واحد فبالتالي الرقم اللي هو كان مدخله لي هنا أو مدخله لي هنا أعملهم زائد بعض، وبعد كده هطبع له هنا إن هو الريزلت، النتيجة تساوي، بعد كده أعمل له هنا الريزلت. بس عشان ما تتلخبطوش احنا هنعملها اول. بس بعد كده عايزه لو هو اختار، انا عايزه اقول لكم حاجه، هي مش إلس، هي هنا هتبقى إلف. تمام؟ طيب لو هو اختار مثلا التشويس وكان يساوي 2، اللي هو عمل اللي هي السالب الماينس بقى، احنا ننقص كمان، فاحنا هنعمل الاي اللي هي هتبقى نمبر 1 ماينس نمبر 2، يعني اول رقم هو دخله ناقص تاني رقم هو دخله، بعد كده هنعمل له برنت الإجابة result أو النتيجة تساوي، بعد كده نعمل له كده بلس طب في حالة إن هو ولا دخل 3 ولا دخل 1 ولا دخل 2 واختار حاجة مختلفة أصلا، يعني اختار مثلا رقم 4 أو كتب لي حرف أساسا، فاحنا في الحالة دي هنيجي هنا else print choose an option. بس أنا كان إيه؟ invalid character. يعني اللي انت مدخله ده ما ينفعش invalid. تمام؟ please select number from 1 to 3. يعني احنا هنجربها مع بعض وهشرحها تاني. مش عارفه enter the first does not match the outer. ماشي اللي عملته عايزه اخدها كوبي. بصوا اهم حاجه الاماكن احنا عايزين بس نظبطها مكان صح. احنا عايزين نيجي هنا. تمام، المفروض تبقى هنا كمان عشان ما يحصلش اي حاجه. ليه؟ بصوا عاملاها هنا ايكوال، هي المفروض بلس. ماشي، تاني احنا عاملين break outside the loop اصلا هنا، يعني elf invalid syntax. ليه elf عشان بره يعني. هقول لكم حاجه حلوه، نروح على شات جي بي تي، بس ندخل باكونت تاني عشان عدد الرسائل بتاعتي خلصت. تمام، اسهل حاجه عشان تريح دماغك setting. انزل لوج اوت، دخلني بصفحه القناه. ودي اللي انا كنت بكلمون عليها اصلا، ده اللي كنت بتكلم عليها. استنى ادخل باكونت تاني، معلش يا شباب. لوج اوت،
اهو الخطأ في الكود ده، المفروض هو يقول لي بقى. بيكتب بقى. اللي احنا بنعمله ده آلة حاسبة. آلة حاسبة، وانا هقول لكم هو احنا لحد دلوقتي احنا عاملين آلة حاسبة بتعمل ايه، بلس وماينس، بس هو في حاجات زيادة انت ممكن تعملها صح. فانا هقول لكم الحاجات الزيادة دي، وانكم ممكن يعني تكون من الزيادات اللي انت ممكن تعملها لو انت هتعمل آلة حاسبة كواجب بتاعك. يبقى هو قال لي الخطأ اهو. قال لي ايه بقى؟ طيب انا فعلا كنت عامله دول صح. بعد كده while true choice كذا، انا ما كنتش عامله while true اساسا. هي دي المشكله. وانا عماله اقول فعلا فين انا المفروض كنت كاتبه while، بس انا ما كتبتهاش عندي في الكراسه. فايه، عشان قلت كده اكيد يعني هثق في الكراسه او بتاع. لا دي المشكله. احنا لو عملنا while true كذا 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 print break، بعد كده بريك هنا دي مش بتاعت اف، بريك هنا دي بتاعت while. فمش منطقي ان انا احط بريك وانا مش حاطه وايل. فاهمين المشكله؟ عشان كده بنزل بعد كده بس لو كده تاني. يبقى احنا لو هنيجي نعدلها هنا، ايه اللي انا ممكن اعدله؟ هنيجي هنا بس وايل ترو واعمل كده. نيجي هنا ده كده، عايزين الكلام ده كله يجي هنا تمام. بس دي كمان حتى هنا غلط، لازم تبقى ايوه كده. بعد كده نيجي هنا ونعمل الكلام ده كله ماشي، لانه انا لو مش عايزه اكتبها من الاول جديد. نيجي هنا هنعمل if choice. بصوا كأني براجع معاكم if choice equal 3. الحالة دي هنعمل ايه؟ print. وهو هنطبع ان هو والله انا بخرج اهو من البرنامج اهو exiting the calculator. تمام. طيب بعد كده هنبريك بريك ايه؟ لوايل لوب. تمام. طيب طب بحالة الف تمام، انه مثلا التشويس ده كان المفروض ان احنا هنيجي هنا بس الاول نخزن اول رقم نخليه float. نخليه float. نعمله هنا input. نختار اول رقم. بعد كده هننزل ناخد نفس الحاجة، بس احنا ايه هنخليها بقى نمبر 2. بس مجرد ان احنا هنعمل هنا 2 وهنخليه ايه second number. تمام. بعد كده if choice كان يساوي اول رقم اللي هو 1 اللي هو عملية حسابية بلس، فاحنا هنعمل i equal number 1 زائد number 2. بعد كده هنخليه print. هنخليه يعمل لنا print الايه؟ مش print الناتج result. result equal وبعد كده هنزود ايه؟ الاي. تمام، اللي هي بعد ما عملنا عمليه حسابيه. طيب if انه اختار التشويس كان 2 اللي هو انا عايزه اعمل له ناقص. تمام، فانا هعمل i equal number 1 minus number 2. تمام. بعد كده هاجي print كده هنا result الناتج يكون. بعد كده هحط الاي ايا كان بقى هو مديني حاطط لي ايه، وهيطلع لي هيعملهم لي عمليه حسابيه عادي. else بقى ان هو ولا طلع كده ولا كده، هتكون print. هنقول له ان هو يقول ايه invalid character please choose from 1 to مثلا 3. تمام. بس نشتغل. مش ما ينفعش زي ما قلنا تبقى equal واحدة، لازم تبقى كده.
سوري، يعني بصوا هنا الغلط هنا if choice equal، هنا انا كاني بخزن قيمه choice وبخليها 3، لا هي المفروض تكون تساوي، فاللي هي تبقى equal تمام. دي اللي انا مش فاهمه ليه يعني. هنعمل ايه؟ عمل وايل بعدين خلى البريك جوه الاف. انا هنا المشكله ان انا عملتها فين؟ المشكله ان انا هنا عملت ايوه، فالمفروض تبقى كده. بصوا مشكله في اني خليتها بره، يعني بصوا انا عملتها كده برضه لسه في مشكله. ماشي ماشي اشتغل. واو، انتوا فهمتوا المشكله فين؟ تعالى اوريها لكم تاني. بصوا احنا هنرجع كده كانه انا ما غيرتش في حاجه. ماشي، المشكله اول حاجه ان البريك دي المفروض تكون في مسافه هنا، وانا مش يعني في مسافه زي برنت هنا، فالحل ان انا هرجع وهعمل كده هو، وبعد كده كده، يبقى المسافه اللي هنا هي المسافه اللي هنا بالنسبه لاف عشان تبقى داخل اف. في حاله ان ده كذا يبقى برنت كذا، واقفل بقى اقفل عندها، فما ينفعش تبقى بره الاف ستيتمنت. ده بالنسبه لاول مشكله. تاني مشكله ان انا كنت عامله النمبر عاملاها بره. ازاي انا عاملاها بره وانا عايزاها جوه الاف ستيتمنت اساسا؟ انا عملت وايل، الوايل جواها الاف، المفروض باقي الحاجات اللي انا هحطها تبقى جوه الاف، يا اما بمثابه الاف زي الف والف والز، فدول المفروض يكونوا تحت بريك كده، اللي هو انا هقفل، والمفروض ان انا هخليه يطلب مني كده بقى لو انا هكمل، يعني بقى لو انا نزلت ولقيت ان هو، يعني انا عملت وايل ترو. يعني ايه وايل ترو؟ طول ما التشويس مثلا اللي انا اخترته ده يا هو 1 يا 2 يا 3، ففي حالة لو هو كان 3 فوالله خليه قول له انا بطلع بره الكالكوليتر، واقفل بقى اقفل فعلا بريك، ما تنزلش تشوف الباقي بيقول ايه، ما تنزلش ما تسالوش بقى خزن لي اول رقم وتاني رقم، ما تطلبش منه يخزن حاجه. تمام. طيب بعد كده بعد ما هو هينزل ويبريك مثلا خلاص هو وقف. طب لو هو ما كانش مختار 3 وبعد كده نزل قال والله دي مش مختار 3، فهو يعمل سكيب لحد بريك، الكمبيوتر كانه مش شايف الثلاث اسطر دول. بعد كده هينزل هيطلب منك انك تحط اول رقم وتاني رقم، بعد كده يقول لك في حاله انه اختار رقم واحد، فانا الرقمين اللي هو اختارهم دول انا هعمل لهم بلس، وهقول له والله ده هيبقى النتيجه كذا. طب في حاله ان هو اختار 2 انا هعملهم ماينس واقول له النتيجه. طب في حاله ان هو ولا طلع 2 ولا 3 ولا 1، فهو في الحاله دي يا اما اختار رقم اعلى يا اما اختار رقم اقل يا اما اختار حرف اساسا. فاحنا هنطبع له بدل ما يجي لنا ايرور، لا احنا هيجي لنا هنا ويقول لنا والله invalid character، انت اخترت حاجه مش متاحه اساسا، لو سمحت اختار من 1 أو 3. فانا لما اجي اشتغلها مثلا انا عايز اختار 3 مثلا اللي هو اقفل لي البتاع، فهو قال لي exiting the calculator، انا اخترت 3 اهو في حاله ان هو 3، وفعلا المتغير اللي هو التشويس ده كان انا اخترته ان هو 3، فهو لو يساوي 3 فخلاص انت اقفل بقى اقفل. بصوا حتى ما سالونيش او ما طلبش input لان انا ادخل اول رقم وتاني رقم. طيب لو انا عملتها شغلتها تاني واخترت 2، انا اخترت 3 تاني معلش، واخترت 2، هنا ايه الحل؟ is not defined. ازاي اهو عايز ايه برنت بريك مش عارف ايه، وبصوا خلي بالكم بصوا خلي بالكم خلي بالكم، هو هنا عاملها جوه هنا، عاملها جوه هنا، يعني في حالة كده هيطلبها مني، وانا عاملة بريك ازاي؟ عاملة بريك وهو اصلا ايوه شفتوا ده جوه الالف ستيتمنت زي جوه الاف. لو هو طلع كده يبقى اطلب منه بقى رقم، لو طلع، لو ما طلعش ما تطلبش رقم، هنحطها هنا تاني. فاهمينها؟ افتح لكم المايك لو وقف معاكم حاجه. مروني كده 15 صح وجهة نظر، هي المفروض فعلا تبقى واحدة صح صح معلش غلط من عندي. هفتح لكم المايك لو في حد وقف عنده اي حاجة. تمام احنا تقريبا خلصنا خلاص. ماشي الميكروفون مفتوح لو اي حد عايز يوقفني ويسأل. ماشي لو شغلتها دلوقتي انا مثلا اخترت هوت 1 اللي هو انا عايزه اعمل عمليه حسابيه، فبيقول لي اختار اول رقم، يبقى ايه اللي حصل هنا؟ هو جه هنا وقال لي التشويس بتاعتك وطلب مني اختار رقم بين 1 واللي 3، فانا لو اخترت 3 كان هيوقفها خلاص، اللي هي لان 3 انا حطاها انها اكزit. طيب لو انا عملتها 2 او انا دلوقتي مثلا عملتها 1 اهو، هو شاف هنا لو هي
تساوي لو المتغير ده او الفاريبل اللي انت دخلته ده او الرقم اللي انت دخلته ده كان يساوي 3 فبالتالي يعمل كذا. فهو لقى ان ده مش صح، هو مش بتساوي 3 اصلا، فهو نزل على طول على تحت وقال انها والله ايوه فعلا دي بتساوي 1، فخلاص انا هطلب منه ان هو يدخل لي رقم، وهطلب منه يدخل لي رقم تاني، وبعد كده عشان هو اختار 1 فبالتالي هو عايزني اعمل لهم زائد، فانا هعملها نمبر 1 زائد نمبر 2 واللي هيطلع لي هطبعه. فانا دلوقتي طالب مني اول رقم، فانا هطلب مثلا 80. ماشي شغال. اخترت رقم واحد، بعد كده اخترت 60 اهو، وعايزه اضيف رقم تاني هختار مثلا 90. ايه المشكله هنا دي كده؟ فلوت سترينج ليه؟ ما انا مدخلاها فلوت نمبر ريزلت. اوه ماشي. بصوا المشكله هنا، فاكرين؟ بصوا حاجه انا كنت مديها لكم في اول درس خالص، شوفوا جت هنا ازاي. انا ما ينفعش اعمل انتجر هو اللي هيطلع لي لما اعمل زائد 60 زائد 9. ايه اللي هيطلع لي لما اعمل؟ هيطلع لي 69. 69 ما ينفعش ان انا اضيفها مع ده، لازم احولها سترينج الاول، لازم اجي هنا واعمل سترينج. واخدين بالكم؟ هي المشكله هنا بس في الداتا تايب، انا ما ينفعش اعمل الحرف تمام زائد البتاع ده زائد الرقم، فانا لازم احول الرقم للحرف. لما جيت اعملها تاني اهو، هعمل اهو، اخترت واحد، اخترت اول رقم 90، وبعد كده اخترت 10، المفروض يطلع لي 100، فعلا طلع لي اهو، قال لي الريزلت ايكوال 100، وبيسالني تاني لو انا عايز اعمل اي عمليه حسابيه. طب والله انا عايز اعمل ماينس، انا جيت هنا اخترت 2، بعد كده اختار لي اول رقم والله 60، بعد كده اخترت تاني رقم مثلا 90، المفروض يطلع لي سالب 30. سالب 30 اهو. فاهمين الحته دي؟ طب حد مش فاهمها طيب؟ طب حد فاهمها طيب؟ في حد طيب عايزني اجرب حاجه في الحته في الجزء ده؟ اي تجربه، اجرب ارقام جديده، اجرب عمليات حسابيه جديده. انا كنت سايبه عمليه حسابات اللي هو اخليه يعمل لي باور، او اخليه يعمل لي ملتبلاي او ديفايد، حاجات انتوا تزودوها. طيب ما حدش رد، فانا هعتبر ان انتوا فهمتوها. لو وقفوني في نص الكلام لو ما فهمتوهاش، انا فاتحه اهو، فلسه فاتحه بتاعي تاني اخر مره هشرحها، وبعد كده هقول لكم اللي انتوا ممكن تزودوه. يبقى الاساينمنت المطلوب منك لو انت مش هتعمل لعبه حذر فزر وهتعمل لعبه كالكوليتر، انك هتعمل لي الهيئه دي كده. انا والله انا عايزاك اولا كالكوليتر منيو، انا طالبه منك انا هقول لك دلوقتي بالزيادات. يعني ايه زيادات؟ انا هبقى طالبه منك انك تزود لي ان هو يعمل لي كمان، غير ان هو يعمل لي بلس وماينس، لا انا عايزاه كمان يبقى قادر ان هو يعمل لي ملتبلاي ويعمل لي ديفايد ويعمل لي باور. وانا كنت قايله قبل كده يعني ازاي يعمل باور. يعمل باور ان هو مثلا يعني انا دي بره الكود مثلا ان هو باور، ان هو انا عايزاه يعمل لي مثلا 9 نجمه 2 كده، انا بعمل 9 باور 2. تمام، انا بضرب 9 في نفسها مرتين. تمام. طيب او انا عايزاه يعمل لي ديفايد اللي هو 9 مثلا على 9 هيطلع لي 1. لو انا عايزاه يعمل لي باي تبقى نجمه واحده 2، يبقى 9 في 2 يعني 9 زائد 9. تمام. ده بالنسبه للعمليات الحسابيه. انا عايزاه يبقى المستخدم يقدر ان هو يدخلك رقمين ويعمل الست حاجات دول، سوري الخمسه، يقدر ان هو يزودهم على بعض او ينقصهم من بعض او يعملهم باور، او يعمل واحد باور لواحد، او يعمل لهم ديفايد او يعمل لهم ملتبلاي. تمام. دي الحاجات زياده يعني انا عايزاه يبقى اهو، بدل اهو بس برنت بس، لا انا عايزاه كمان يجي هنا. بص دي هتبقى 6، وهنيجي ناخد دي كوبي مثلا، ونيجي نعملها بيست مره بيست مره بيست مره. نيجي هنا 3، والله 3 اعمله لي ملتبلاي. ملتبلاي مثلا، وبعد كده هاجي هنا مثلا ديفايد. تمام. هاجي هنا مثلا باور. ماشي. دي هتبقى 5 ودي هتبقى 4. تمام. وبقى اهو انا زودت 1 2 3 4 5 6، ففي اختيارات زياده. فايه الحل؟ انا شغلتها اهو. بس المشكله هنا بس تمام. فهنا اهو انت عندك المنيو، انت ممكن تختار انك تعمل
زائد او ناقص او ملتبلاي او ضارب او ديفايد طرح، يا اما تعمل الباور يا اما تقفل. انا هنا عامله اختار من 1 ل3، لا انت ممكن تختار من 1 ل6. فاللي انا هزوده بقى، المطلوب منكم انكم تزودوه، ان هو وايل ترو، في حاله ان الكلام ده شغال وما اتقفلش ما حصلوش بريك، هتعمل ايه؟ هتعمل متغير اسمه تشويس، وهتخزن فيه اي رقم انت هتختاره. انت هتختار بقى عايز عمليه حسابيه 1 ولا 2 ولا 3 ولا 6 تخرج اساسا. ففي حاله انه هتخرج اعمل لي 6. ففي حاله ان انا دخلت لك 6، في حاله ان انا جيت اهو وحطيت لك 6، انت المفروض تقول لي اكزيت ان كالكوليتر، وهتقفل بقى هتعمل لي بريك. اهو بصوا 6 عملت لي اكزيت بريك عشان انا هنا غيرت الرقم. في حاله انها تساوي 6 مش تساوي 3 فتساوي 6، فانا هقفل، هيطبع لي دول وبعد كده هيقفلها. طيب مثلا انا اخترت واحد اهو، هيقول لي اختاري رقم واختاري رقم. طب لو انا اخترت مثلا 4 ملتبلاي، بس نشغل عقلنا، انا لو اخترت 4 انا لسه ما زودتهاش، هيقول لك invalid character. ليه invalid character؟ عشان هو انا كنت تحت، بصوا انا كنت تحت عامله ايه، استنى تحت اهو. انا هنا المفروض لو انا هعمل بقى لحد 6، فهو لو هو بيساوي 6، لو هو بيساوي 1، لو هو بيساوي 2، لو هو بيساوي 3، لو هو بيساوي 4، لو هو بيساوي 5. انا عامله لحد 1 و2 والمفروض يعني كانت 3 بس، عاملاها 3 حاجات، ممكن 3 اختيارات ممكن يختارهم، دلوقتي بقى في 6. فانا المفروض اقول في حاله انه عمل كده، مثلا نختار ان هو مثلا عمل ملتبلاي، في حاله ان هو عمل مثلا اهو، هننزل تحت اهو مثلا من دول، هنعمل الف في حاله ان التشويس بتاعه او الرقم اللي هو دخله ده كان يساوي، الف دي هتبقى كده، في حاله ان التشويس اللي هو اختاره ده مثلا كانت ملتبلاي اللي هي 3 3، ففي الحاله دي احنا هنعمل حاجه اسمها هنطلب منه ان هو يدخل لنا اول رقم وتاني رقم. تمام، كوبي بيست، ماشي. هنطلب منه ان هو يدخل لنا اول رقم وتاني رقم، وبعد كده هنخليه يعمل اي اللي هي تبقى فيها العمليه الحسابيه اللي هي تبقى نمبر 1 باي نمبر 2. بعد كده هيعمل لنا برنت، تمام، الريزلت، تمام. بعد كده هنعمل بلس ان string اي. احنا انا شغلت وعايزه احط 6، سوري هجرب 3، اختار اول رقم، انا عايزه 9 و2، المفروض يطلع لي 18 اهو الريزلت 18. تمام، فهمنا الحته دي. فانا المطلوب منكم بقى اللي فيها تركايه، لما تيجي تعملوا الديفايد نخلي بالنا ان هو لو حط لي الرقم الثاني صفر ما تنفعش، لازم لو حط لي الرقم الثاني صفر يبقى انا هو كده يقول لي بقى قفلت. تمام، مش فاهمه هقوله لك تاني، تلفت اصلا ليه؟ ماشي. انا بس البروجكت او الكالكوليتر اللي انا عملتها دي هي مفهومه ولا لا؟ انا هقول لكم الواجب تاني، بس هو الحته دي مفهومه. الكالكوليتر اللي انا عملته، العمليات الحسابيه ازاي انا مخليه يختار الحاجه، وبعد كده ازاي انا خليتها موجوده في لوب، ان هو في حاله انه اختار 6 خرجني. طب في حاله ان هو اختار 1، والله يطلب منه يحط لي اول رقم او تاني رقم، وبعد كده اعمل لي الرقم الاولاني والتاني زائد، وبعد كده اطلع له النتيجه. طيب في حاله ان هو اختار 3 اللي هي يعمل له ملتبلاي، اطلب منه انه يدخل لك اول رقم وتاني رقم، وبعد كده اعمل اول رقم في التالت اضربه في تاني رقم، فبعد كده اطبع له كده. تمام. والفكره هنا التركايه هنا اللي ممكن تحصل لنا ايرور، الديفايد. انا لو جيت وعملت هنا ديفايد، عملت هنا ديفايد 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 كده، وكنت مدخله تاني رقم، خليني بس اغيره هنا، دي هتبقى 3 مثلا اهو برنت، عشان بس ولا لخبطه ولا حاجه كده. هنا برنت وخلينا الديفايد هي الرقم 3، وخلينا الملتبلاي هي 4. فانا هو انا بفتح الكالكوليتر، انا مستخدمه عادي، فانا فتحت الكالكوليتر، انا بتحمل بس عشان الكود طويل. تفتح اهو شغلناه، وانا اخترت 3 اللي هو المفروض هيعملها ديفايد يعني. تمام، فانا اخترت 5 مثلا، وتاني رقم اخترته 0. هل في الرياضه عامه
ينفع اعمل حاجه على صفر هيطلع لي ايرور. ما ينفع، ما فيش حاجه اسمها ديفيجن باي زيرو. تمام. فانا التريكه المطلوبه منك هنا لو انت هتختار انك تعمل اساينمنت كالكوليتر، انك تعمل ان هو لو هو طلب انها تكون بصفر توقف العمليه، تقول له ما ينفعش انها تكون، يعمل برنت ان هو ما ينفعش انها تكون بزيرو. ده المطلوب منك. وهديك معلومه صغيره جدا، حاجه هتفيدك، ان هو معنى لا تساوي، تمام، لا تساوي ان هو اهو المفروض اللي هو نمبر مثلا 2 كده، ده علامه ان هو لا تساوي كده زيرو. دي انتوا هتحتاجوها. هنعمل ايه بقى يا ترى؟ ان هو في حاله انها كانت لا تساوي الصفر فكمل مفيش مشكله، لكن في حاله انها كانت بتساوي صفر، بتساوي صفر، لا كده هنا اقف، او اعمل له برنت، او طلع له على الشاشه اقول له على فكره احنا ما ينفعش نعمل لها ديفايد بزيرو، مفيش حاجه اسمها ديفايد بزيرو، ما بطرحش على صفر. تمام. بس دي كانت التريكيه اللي انا طالبها منك. طيب بالنسبه للواجب اخر حاجه بقى، احنا كده خلصنا، بس انا عايزه اتاكد في حد مش فاهم الحته دي. نعمل شرط من 1 ل6، اذا عمل 6 يعمل خروج. صح. هنجربها تاني. ببدا اشتغل، دوس ل6 بقى، خلاص بيقول لي اهو exiting calculator، ولا طلب مني رقم اولاني ولا طلب مني رقم تاني ولا عمل اي عمليه حسابيه. ليه؟ عشان انا قايله له هنا اهو في حاله ان الرقم اللي انا دخلته ده اللي انا مخزناه في المتغير تشويس، في حاله ان هو كان 6، فانا عايزاك تطبع لي exiting calculator. انا خلاص قفلتها، ولا هسالك تاني كمان على التشويس تاني على فكره احنا تمام، ولا هسالك تاني على التشويس، وهعمل بريك بقى لللوب، خلاص انا مش هرجع ابص عليها تاني. طب في حاله ان انا اخترت اي رقم تاني، لا يبقى انا هو لا يساوي 6، فانا هبص هل يساوي 1، طب هل يساوي 3، هل يساوي 2، وهكذا. سؤال تاني. تجربوها بايديكم والله، وجربوا وابعتوا لي وهقول لكم الغلط فين، وبعد ما اقول لكم الغلط فين امسحوها وتعملوها تاني. 7. طب لو انا عملت بقى بعد قلت له مثلا 7، لو انا قلت له 7 قلت له هنا 7، هيقول لي invalid character please choose from 1 to 3. ازاي يعني؟ انا اهو بصوا خلينا ننزل، مشكله مش عارفه هنزل لكم اهي اهو. else في حاله انه ما كانش بيساوي 2 ولا كان بيساوي 3 ولا كان بيساوي 1 ولا كان بيساوي 6، فاقول يبقى هو كده معناها ان هو اختار حاجه بره الاختيارات اللي انا قايلها له، او هو حط لي حرف اساسا. فبالتالي قول له تحت، ابعت له رساله نصيه كده، قول له لو سمحت اللي انت اخترته ده ما ينفعش invalid. تمام. اختار حاجه من رقم 1 ل6، انا عاملاها من 3 بس هي المفروض تبقى 6. تمام. بس فاهم الحته دي بالظبط كده. هيبعت له يقول له ان هو ما ينفعش. طيب الواجب بقى بسرعه تاني. انا دلوقتي قلت لكم ان في حاجتين انتوا ممكن تعملوها. اول حاجه انتوا مطلوب منكم تختاروا هتعملوا مثلا الكالكوليتر ولا هتعملوا لعبه حذر فذر. تمام. وانا قلت لكم دلوقتي ازاي اقدر ان انا اعمل الكالكوليتر وازاي اقدر ان انا اعمل لعبه حذر فذر. طيب لو انا هعمل الكالكوليتر، انت هتعمل الاساسيات اللي انا حطيتها، ان هو لازما يبقى في عمليه حسابيه ان انا هزود، او عمليه حسابيه ان انا هنقص. طيب ايه الزياده اللي مطلوب انك تعمله؟ زياده تجرب وتعمله انت، مطلوب منك انك تزود خاصيه ان هو ممكن يعمله ملتبلاي، او يعمل ديفايد، او يعمل باور. يبقى تاني المفروض الكالكوليتر اللي انت هتعملها لو انت هتختار انك تعمل كالكوليتر انك تعمل 6 حاجات فيها. اول حاجه يبقى فيه هنا اختيار ان هو يحط رقمين ويعملهم بلس، او يحط رقمين ويعملهم ماينس، او يحط رقمين ويعملهم ملتبلاي، او يحط رقمين ويعملهم ديفايد. وفي حاله الديفايد لازم الرقم الثاني نقول له لو هو مدخل زيرو نقول له ان هو ما ينفعش انك تحط زيرو، لو سمحت فكر فيها تاني، حط رقم غير زيرو. ده في حاله الديفايد. تمام. او ان هو يعمل لهم باور، احط رقم ورقم والرقم الاولاني يبقى معمول له باور في الرقم الثاني اللي انا هحطه ده، يا اما اخر حاجه والاختيار الثالث ان هو نخرج من الكالكوليتر اساسا. طيب لو انا هعمل اللعبه الثانيه لعبه حذر فذر، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ عادي جدا. انا هعمل امبورت للموديول اللي اسمه راندوم، هعمل والله زي ما انا وريتكم، انا هخزن مش عارفه هخليه يختار رقم عشوائي من رقم فلاني رقم فلاني، وبعد كده هديني فرصه ان انا اعمل الوايل لوب، بعد كده اقول ان انا ادخل رقم من عندي. الزياده اللي انا هزودها في حته
لعبه حذر فذر، وهي ان انا المفروض اخلي فيه عدد معين للجس اللي انا هحطه، يعني او التوقع بتاعي. يعني انا ينفع اتوقع 3 ارقام بس، ما ينفعش اكتر من كده، او 5 ارقام بس، او 10 ارقام بس، ما ينفعش اتوقع اكتر من كده. لو انا توقعت او دخلت 3 ارقام وما كانتش هي الاجابه الصحيحه، فبالتالي خلاص انت هتقفل بقى. انت هتقولي انت اخترت، يعني توقعت اكبر عدد من التوقعات، ما ينفعش، والاجابه الصحيحه كانت كذا. تمام. انا تاني في الجروب تاني هبعتها في ريكورد لوحده قبل ما انزل التسجيل، ان شاء الله هيبقى هيتبعت بكره، وهقول لكم ايه هو الاساينمنت تاني، وهبعت ريكورد على كل، لو انت هتختار البروجكت الاولاني او البروجكت التاني، وايه المطلوب منك زياده انك تعمله. طيب هيعدي يوم واتنين قبل يوم السبت، المفروض يوم السبت اخر يوم تبعتوا لي فيه الواجب على 12 بالليل يكون كل حاجه مبعوته لي. طيب قبل يوم السبت او يوم السبت الصبح هقول لكم انتوا كده كده وانتوا بتعملوه وقف معاكم حاجه، او انتوا جربتوا حاجه ومش نافعه، تمام، تقولوا لي طب هي مش نافعه اجرب ايه مكانها، وانا هقول لكم انا معاكم. انتوا عددكم قليل، وزي ما قلت انا كنت مركزه ان انا اقلل العدد على اساس مجهودي مركز على عدد معين قليل. فانتوا اي حاجه تقف معاكم ابعتوا لي، وانا هجاوب عليكم بالتفصيل الممل، ولو عايزيني افتح لكم فيديو واشرح لكم تاني من الاول جديد، او اكلمكم فيديو. هل حد واقف معايا حاجه تانية؟ فهمتوا الواجب؟ طيب ان شاء الله التدريبات انا هعملها يا النهارده بعد الحصه يا اما بكره، وهبعت لكم اللينك بتاعها، ولو وقف معاكم اي سؤال تقدروا تبعتوا لي. تمام، وكده كده هبعت فيديو وانا بحله. طيب بالنسبه للواجب زي ما قلت انا هبعت لكم تاني الواجبات في ريكورد. التسجيل هيتبعت بكره عشان بياخد مني وقت، والنور بقى يقطع عندنا في مصر وكده، ف بكره ان شاء الله هحاول بكره، بس ممكن بكره بالليل. طيب بالنسبه للبي دي اف اللي بشرح منه ان شاء الله هيتبعت على طول بعد الحصه، وكمان هعمل لكم بي دي اف بالعربي في شرح شويه برضو حاجات مصطلحات كده انا اتكلمت عليها، وهبعته لكم برضو على التليجرام. لو احتجتوا اي حاجه ابعتوا لي. والواجبات بتاعتكم على فكره المره دي كانت جميله جدا، وفي منكم كتير قوي جرب حاجات جديده، بس لكن برضو في منكم كتير ما بعتليش الواجب وقال ان هما كانوا تعبانين او كان عندهم مذاكره، وانا متفهمه الموضوع، بالعكس مفيش مشكله. لكن انا مش بستفيد حاجه من الواجب، انا عارفه انك بتحضر وعارفه انك عايز تستفيد، انت اكتر واحد هيبقى عارف مصلحه نفسك. بس فعلا فعلا انتوا ممكن ما تبقوش واعيين للموضوع ده، بس انك تطبق فعلا وتمارس الحاجه اللي انت اتعلمتها دي بيخليها تعلق في دماغك. تمام. فحتى لو هو assignment عبيط ومش ملوش يعني حاسه ولا بيضيف لك اي حاجه، مجرد فكره بس انك بتشغل عقلك انك ترجع وتسترجع المعلومات اللي كانت اتقالت في الحصه، وانك تطبقها من غير ما تبص للسكرين اللي انا بعتاه، ده لوحده بيثبتها وعقلك بيعرف ان المعلومه دي مهمه. طيب يعني هينزل تسجيل بكره لان اعتمادي التسجيل بسبب تقطع نت؟ لا، هو التسجيل هيتبعت اكيد اكيد بكره ان شاء الله. تمام. هي الفكره كلها ان هو بياخد مني وقت، اني عقبال ما احمل التسجيل على اللابتوب، بعد كده بغير الفورمات بتاعه عشان في مشكله من الويب سايت اللي انا بسجل منه، بعد كده بحطه على الموبايل، بنقله على الموبايل، بعد ما بنقله على الموبايل بحتاج ان انا احطه على برنامج تعديل، وبعدل بشيل الحتت الزياده اللي هو فواصل بين الحصه والحصه، لو في حاجات انا اخدت في وقت زياده مش لازم انها تتقال بشيلها، يعني بعمل شويه اديت وبعدل على الصوت، وبعد كده بياخد وقت كمان ان هو يترفع، هو بياخد وقت يعني، بس خير ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا، وبجد بجد هيفيدني اي تعليق، اي تعليق، لو بتكلم بسرعه، لو الامثله قليله، لو الشرح معقد، لو شرح بسيط زياده عن اللزوم، لو حاسين ان انا مش بطبق قوي، لو الواجبات ما فيهاش انه انت مش بتضيف لك حاجه، او حاسس انها صعبه شويه، بجد اي تعليق هيفيدني ان انا اتطور في ايا كان المحتوى اللي انا بديه. انتوا طلبتوا مني ان ازود العربي، بدات ان انا اعمل لكم بي دي اف بتكلم في محطه فيه شويه حاجات بالعربي او بشرح العربي. لو عايزين حاجه كمان قولوا لي، وانا زي ما قلت انا حاطه لنفسي، محدده لنفسي يعني طاقه من عندي انه مخصصاها بس للكورس ده، انتوا لو عايزين اي حاجه انا هعملها. ف وفعلا تعليقات حتى لو كانت سلبيه او ايجابيه بجد بتفيدني. تمام. شكرا يا شباب بجد، وبجد بجد 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 بيبقى شعور رائع ان انا بلاقيكم فهمتوا وعاملين الواجبات، حتى لو انتوا سالتوا كفايه انكم حاطين اوبشن ان انا بجرب وبسال. تمام. وعادي جدا تغلطوا، انا اهو كنت شوفوا انا غلطت من شويه قد ايه، فمفيش مشكله.
بس وأنا سعيدة بجد إنكم دلوقتي مكملين، وإلى اللقاء وهنتظركم الحصة الجاية.